في تلك الليلة شاركت رجالي بعض الشراب وشعرت بسلام غريب. في حياتي السابقة كانوا يلقبونني بملك الشراب المطلق بلا منازع. 1000 كأس لم تكن لتسقطني، لكن في هذه الحياة ومن أجل حمايتهم يبدو أن جسدي تطور ليصبح أقوى بكثير. الكحول يحترق فور وصوله لمعدتي، يتحول لقوة ويتبخر كالعرق. أن أسكر وأهرب من هذه المسؤولية الثقيلة أصبح أمرا مستحيلا الآن. بعد العشاء نظرت إلى ياو والبقية وشعرت بثقل ثقتهم بي. قمنا معا بتجميع 4 أقواس بكرات قوية، سلاح لكل واحد منا، أسلحة صنعناها بأيدينا لحماية موطننا، وكل واحد منها يحمل قوة هائلة. كشفت لهم كل شيء: قلعة الرياح السوداء، قطاع الطرق القساة، وخطتي لحماية أرضنا وإنقاذنا. 4 حماة في مواجهة 100 ذئب. نظرت في عيونهم وسألتهم: هل أنتم خائفون من الموت؟ ألا تشعرون بالخوف أبدا؟ صرخ زياو داشي رافعا قفلا حجريا ضخما بوزن 100 جين فوق رأسه. كانت ذراعاه ترتجفان من الثقل. سخر منه أحدهم: إن لم تكن خائفا فلماذا ترتجف هكذا؟ كان هوسا يمازحه، ولإثبات عزيمته قام بتلقيم قوسه وأطلق سهما أصاب هدفا بحجم عملة معدنية في آخر الغرفة. دقة هوسا أصبحت مرعبة الآن، لكن داشي احتج بغضب وعيناه جاحظتان قائلا: إن هذا مجرد حماس وليس خوفا أبدا. بقي لوتشينو صامتا يستوعب حجم الخطر، ثم سألني عن خطتي للمعركة، ولرغبتي في بناء ثقته كقائد طلبت منه أن يطرح أفكاره أولا. أراقب تطورهم كل يوم، إنهم أعمدة مستقبلنا، ونقاط قوتهم بدأت تزدهر وتتضح أخيرا. تشينشو هو العقل المدبر، حاد وذكي في التخطيط، والشياوي عبقري بالفطرة في الرماية، يمتلك دقة ومهارة لا مثيل لهما. داشي يمتلك قوة خام وولاء مطلقا، ولكن من بين هؤلاء الثلاثة تشينشو هو من يحمل الإمكانيات الأعظم للقيادة. عرض تشينشو تكتيكاته كانت جيدة لكنها نظرية جدا، فالحرب الحقيقية تسحق الافتراضات المتفائلة في ثوان، وكان علي توجيهه. صححت أخطاءه بلطف، ثم عرضت رؤيتي الخاصة لحمايتنا. أما الثلاثة لقد حدقوا بي في حالة من الصدمة، الذهول. الأخ تشون هذا جنون لم أسمع به من قبل. هل سينجح حقا؟ سألت شينشو. اكتفيت بابتسامة لطمأنتهم. قلت لهم: سنختبر ذلك غدا في الغابة. فجأة صرخت الصغيرة تشينيس بفرح نقي: لقد فتح شبل النمر عينيه أخيرا. ركضنا جميعا نحوه وقلوبنا تذوب. رمشت تلك العيون الكهرمانية الصغيرة. نظر الشبل إلى عائلته الجديدة وبدأ يشم أيدينا واحدا تلو الآخر. أطرافه الصغيرة تركل في الهواء بحيوية. إنه رمز للحياة البريئة التي نقاتل لنحميها. احتضنته بقوة. هذا الصغير بلغ وزنه 4 جين تقريبا بعد أسبوعين فقط. ببنية قوية كهذه سينمو بسهولة ليصبح وحشا ضخما بوزن 3 أو 400 جين. التقت أعيننا. ارتجف الشبل ثم ضم كفوفه معا بذهول، منحنيا لي وكأنه يعترف بحاميه. ضحك داشي بصوت عال على هذا الوحش الصغير الذكي. لقد عرف من يقود هذه العائلة. تسابق الجميع لحمل الشبل، لكن تشينوان اندفعت لحمايته بشراسة واختطفته من بين أيديهم. تعالي لأمك أيتها الصغيرة، هؤلاء الرجال الخشنون قد يؤذونك. هكذا وبختهم بحنان. شم الشبل رائحتها المألوفة وأصدر صوتا مضحكا كالبطة، ثم تكور بسعادة في أمان تام بين ذراعيها. مسحت على بطنه بلطف شديد، فخرخر ونام في لحظتها، وتدلت أطرافه الصغيرة في الهواء بهدوء. لقد اختارها كأم له. ابتسمت لشعوري بهذا الرابط. هذا منطقي. فوانا رعته ليلا ونهارا. ثم احتج أحدهم قائلا: وماذا عن جهودي أنا؟ أنا ساعدت أيضا. هكذا قفزت تشيني الصغيرة مطالبة بالتقدير. ضحكت وقلت: يمكنك أن تكوني أخته الكبرى. وافقت، ثم توقفت وقالت: مهلا يا أخي تشون، ألن يفسد هذا شجرة عائلتنا بالكامل؟ انفجرت الغرفة بأكملها بالضحك. براءة هذه الفتاة تجلب الكثير من النور والأمل لحياتنا. هدأت الغرفة تماما. أطعمت تشينوان الشبل بحنان حليب الكلاب والفرس، ولعبت معه على السرير، وكانت ضحكاتها الناعمة تتردد في أرجاء الغرفة الهادئة. بمراقبتها تحمي هذه الحياة الصغيرة امتلأ صدري بالدفء الخالص. جلست بجوارها بهدوء تام. لقد سمعت خطط الحرب سابقا، أليس كذلك؟ امتلأت عيناها بالدموع. أومأت برأسها بصمت، فهمست لها: أرجوك لا تقلقي أبدا. وعدتها بأن خطتي خالية من العيوب، لكنهم قطاع طرق قساة. بكت بهدوء: مرعوبة علينا، وأنتم 4 فقط تحمون الجميع هنا.
هذا جنون. أمسكت يدها بلطف وقلت: ستأتينا تعزيزات من قلعة شيانغ، بيوانغ سيحضر رجاله لدعمنا. إذا دعهم ينزفون، لماذا تخاطرون أنتم الأربعة بحياتكم؟ نظرت إليها بحزم وقلت: لأنني يجب أن أصقل جنودي بنفسي. من أجل مستقبلنا يجب أن يصبح داشي والبقية محاربين لا يقهرون فورا. حدقت بي بدهشة مصدومة تماما من كلماتي. تدريب جيش؟ زوجي، ما هو الطموح العظيم الذي تخفيه؟ وجهت نظري نحو القمم الشاسعة والممتدة لجبل تيبي. اشتعلت نار شرسة في عيني. أنا أصنع مملكة حيث لن نركع فيها لأي شخص على الإطلاق مرة أخرى. ملاذ لا نخشى فيه مزاج أي نبيل، حيث ينظر العالم بأسره إلينا بذهول، ونعيش نحن بفخر وحرية على القمة المطلقة. لكن الإمبراطور وحده من يحق له فعل ذلك. شهقت تشينوان بصدمة، واتسعت عيناها الصافيتان كالقمرين برعب شديد، ووضعت يدها فورا على فمها لتكتم كلماتها. الخوف المرتجف في عينيها فضح أمرها. ابتسمت بهدوء لأطمئن قلبها المضطرب وقلت: وماذا لو استوليت أنا على العرش؟ الحكام والجنرالات ليسوا آلهة. حتى مؤسس هذه السلالة الحاكمة كان يوما ما مجرد رجل من العوام مثلنا. كانت تشينغوان تتنفس بصعوبة وتتنقل عيناها نحو الباب في ذعر شديد، وعندما لم ترى سوى الظلام الفارغ والآمن بالخارج أطلقت أخيرا تنهيدة طويلة ومرتجفة. حبيبي، أرجوك قل هذا لي فقط. هذه خيانة عظمى. هكذا توسلت. احتضنتها بقوة وقلت: لا تقلقي، لست غبيا لأبوح بذلك للغرباء. مسحت بلطف على الشبل النائم. الأحلام شيء وتنفيذها شيء آخر تماما. في الوقت الحالي سنبني قوتنا ونتحرك ببطء في الظلال، خطوة بخطوة. اكتفت بالتحديق بي لفترة طويلة، تائهة في أفكارها ومستقبلنا الثقيل الذي لا يمكن تصوره والذي كشفته للتو. ثم همست بإخلاص مطلق: لن أشكك في مسارك أبدا، سأتبعك لأي مكان، فما دمت بجانبك حتى الحرب ستكون مليئة بالفرح. الموت لا يجلب الخوف، هذا يكفي. الحياة تجلب الفرح. رددت كلماتها مذهولا بشجاعتها في مواجهة الموت. قرصت خدها الناعم. أنت حقا زوجة مخلصة. تزوجتك حيا وأنا لك حتى في الموت، سأظل دائما لك. ضحكت من قلبي، لكنها فاجأتني بسؤال آخر. كان صوتها مجرد همس خافت يلامس روحي من الداخل. إذا وصلت للقمة يوما هل ستعتني باللاجئين؟ أولئك المشردين البؤساء؟ سألتني وكلماتها أثقلت كاهلي بمسؤولية عظيمة. بدت متفاجئة من جرأتها. صمت لبرهة، ثم قلت بحزم: إذا جاء ذلك اليوم أعدك بأنه لن يبقى لاجئ واحد في هذه الأرض. ليس مجرد سلام، بل عصر ذهبي. سيمشي شعبنا في كل مكان حول العالم ورؤوسهم مرفوعة عاليا. اشتعلت عيناها. إذن سأتبعك عبر الرياح والمطر، فوق جبال السيوف وبحار اللهب دون أي تردد. مازحتها. حسنا، أصلحي مهارتك في الرماية أولا. تصويبك سيء للغاية بصراحة. أخفت وجهها في صدري عابسة. أنت لئيم. فابتسمت. سأكون ألأم الليلة إذن. حان وقت إطلاق تقنيات جديدة. دماء الغزلان كل صباح ونبيذ الدم الليلة. جسدي الآن يفيض بطاقة هائلة. في اليوم التالي ذهبت لمنزل الحداد شياو العجوز. كنت أسمع طرق الحديد من مسافة بعيدة، لكنني تفاجأت بوجود تشاو دي هاي هناك أيضا، عاري الصدر، يطرق الحديد بكل قوة جنبا إلى جنب مع شياو. سحبني العجوز شياو جانبا بسرعة ليشرح الأمر. تشاو دي هاي كان تلميذه الأصغر. تعلمنا الحدادة من نفس المعلم. دي هاي لم يسجل كحرفي، بل جند بالجيش، وتلقى سهما في قدمه فعاد لبيته معاقا. الآن يعيش بالكاد على بعض الأفدنة القاحلة، وكان يرغب بشدة في العمل معنا. التزمت الصمت لبعض الوقت. وقفت مكتوف الأيدي أستمع، بينما أرى قطرات العرق تتساقط من جبهة شياو. لسبب ما يتوتر الناس عندما أصمت. أخيرا قلت: أنا أوافق. كاد شياو أن يقفز من شدة الارتياح. لكن افهم هذا يا عم شياو، من الآن فصاعدا إن أردت إحضار أي شخص تحدث معي أولا. إذا وافقت تفعلها، إذا رفضت تتوقف. لا مزيد من التصرف الفردي، مفهوم؟ هز رأسه بقوة وهو يمسح العرق المتصبب من جبهته. ناديت تشاو دي هاي. اقترب الرجل وهو يعرج بابتسامة صادقة. يا عم تشاو، هل تريد حقا اتباعي؟ حسنا، هناك قاعدة، كلمتي نهائية بلا أسئلة أو تردد. هل تقبل؟ ضرب صدره بفخر. بالتأكيد أقبل. قال لي: شخصيتك وشجاعتك وقدرتك أحترم كل ذرة فيها بكل ما أوتيت من قوة. إن قبلتني فحياتي ملكك، إن أمرتني بالموت فلن أرمش. لقد أنقذت حياتي. كلماته المخلصة زرعت في قلبي ثقة الناس. منحتهم نفس العرض، قطعة فضة شهريا. ويمكن لشياو تعليم دي هاي أساليب الحداد الخاصة التي شاركتها معهم مسبقا.
لكن حذرتهم من تسريبها للغرباء. وقف الرجلان باعتدال وأقسما بحياتهما أن الأسرار ستدفن معهم ولن تخرج أبدا. ربت على أكتافهم قائلا: هذا مبالغ فيه قليلا، لكن يجب على الرجل الوفاء بكلمته. وبطريقي للرحيل سمعت تشاو دي هاي يهمس خلفي: تذكر كلامي، هذا الشاب سيكون زعيما أو وزيرا عظيما في المستقبل. اتباعه الآن فرصة ذهبية. طوال اليومين التاليين تدربنا وجمعنا الحطب وغلينا الملح كالمعتاد لبناء مستقبلنا. وفي لحظة ما دوى انفجار هائل من أعماق الغابة الكثيفة، ثم عاد تشينشو وداشي وشياوي يتعثرون بوجوه سوداء من السخام، لكنهم يبتسمون بجنون. لقد نجحت تجربتنا. في اليوم الرابع قدت الجميع لبلدة المقاطعة لتوصيل الملح. أخذتهم جميعا معي كعائلة واحدة أحمل آمالها. تشينشو، داشي، شياوي وشياو وتشاو دي هاي. ركبت حصان أسد الثلج فحل أبيض مهيب أطول من باقي الخيول، وركب البقية خيولهم أيضا مع إخفاء جميع الأسلحة داخل العربة بإحكام. قاد شياو العربة المزدوجة المحملة ب400 جين من الملح النقي وكومة من نبيذ دماء الغزلان. وصلنا المدينة وبعنا نبيذ الدماء أولا، وحصلنا على 100 قطعة فضية بكل سهولة. هكذا لم يتوقف دايهاي وشياو عن التحديق في كومة الفضة اللامعة. لم يصدقوا أن هذا الثراء جاء من بيع القليل من النبيذ. ثم أخرجت 10 قطع وقسمتها بين تشينشو وداشي وشياوي كحصتهم المستحقة من أرباح تربية الغزلان. كادت عيون شياو وتشاو دي هاي أن تخرج من مكانها. عائلة عادية تكسب ربما 4 أو 5 قطع في عام كامل، وهؤلاء الفتية الذين عملوا معي لأيام جنوا أكثر من 3 قطع لكل منهم. ولاء دي هاي بلغ مستوى جديدا كليا حينها. أين سيجد قائدا كريما هكذا؟ رعايتهم هي مسؤوليتي الأولى. اشترينا الحبوب، البوتقات، أعواد الحبر، البورق والعديد من الإمدادات الأخرى، ثم توجهنا مباشرة إلى متجر الملح. هذه المرة أحضرت تشينشو فقط مع العربة، وطلبت من البقية انتظارنا خارج أسوار المدينة لسلامتهم. رآني مدير المتجر مهوان من بعيد، وأتى مهرولا بابتسامته الماكرة المعتادة: السيد الشاب هنا للتوصيل مجددا، تفضل تفضل. رئيسنا الشاب ينتظر بالداخل. وزن العمال الملح ليكون 100 جين بالضبط. في الديار تبقى لنا 85 جينا، ومع ما وفرناه أصبح المجموع 130 جينا. قريبا سأسلم 200 جين يوميا من أجل شعبي. دخلت إلى الغرفة الخلفية. باي يوسانغ لم تكن بالجوار، ربما اتخذت موقعها خارج المدينة لتأمين طريقنا. لكن لين لينجر كانت تقف هناك بجوار النافذة، وبمجرد أن رأتني التفتت ومنحتني ابتسامة صغيرة شديدة الرقة. صوتها كان ناعما كنسيم الليل: لقد أتيت. رمشت بعيني، كان هناك شيء خاطئ، فابتسامتها بدت متكلفة جدا. وذلك الصوت اللطيف بدا وكأنها تخرجه بصعوبة بالغة. لم تكن هذه هي سيدة الأعمال الحادة والحازمة التي عرفتها من قبل. تفضل بالجلوس، هكذا قالت وهي تقترب مني، تتمايل بخصرها يمينا ويسارا بطريقة مبالغ فيها بشكل غريب. لم يكن الأمر جذابا أبدا، بل كان غريبا، وكأنها تفعل ذلك عن قصد لكن دون أي خبرة سابقة. تفضل بعض الشاي. صبت لي كوبا وقدمته بكلتا يديها، وعلامات الرضا والتفاخر واضحة تماما على وجهها. ربما ظنت أنها سحرتني تماما. لم أعد أحتمل هذا العبث. تنحنحت وقلت: الآنسة لين، أعتقد أنه يجب عليك أن تكوني على طبيعتك. ماذا؟ أقصد أن اتفاق عملنا مستمر كالمعتاد، لكن هذه الرقة المتكلفة أنت لست بحاجة لفعل ذلك معي. إنه أمر مزعج لك ومحرج لي. تحول وجهها فجأة إلى اللون الأحمر القاني. بدت وكأن تتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعها، ثم تخلت عن هذا التمثيل تماما. لي تشون، الشخص الذي أنقذني في تلك الليلة، هل هو أنت أم لا؟ كلا، قلتها محافظا على جمود ملامحي. هل أنا حقا أقل شأنا منك لدرجة أنك لا تريد حتى الاعتراف بإنقاذي؟ رمقتني بنظرة غاضبة وأسنانها مطبقة. أنا هنا فقط لإنجاز العمل، هكذا ذكرتها. حسنا، هل تريد الاستمرار في التظاهر؟ أمض قدما إذن. دعنا نتحدث في العمل إذن. سأتحدث حتى الموت. الشيء المضحك هو هذه النسخة منها: عيون لامعة، لسان حاد، ومستعدة للقتال. هذه كانت لين لينجر الحقيقية، تلك التي رأيتها تلك الليلة. سيدة الأعمال الباردة خلف الطاولة كانت مجرد قناع آخر ترتديه ببراعة. هذه الفتاة بارعة حقا في ارتداء وجوه مختلفة. إنها بكل تأكيد ستبلي بلاء حسنا في عالم السياسة. بدأنا أخيرا في نقاشنا الحقيقي والمهم. اقتراحها كان مباشرا، وعندما تحدثت في العمل عادت فورا لوضع التاجرة القاسية. وفي لحظة ما طلبت طريقتي في تكرير الملح، سر بقاء قريتي.
رفضت قطعا. إنه سر عائلتي ولا يمكنني مشاركته أبدا. لم تتقبل ذلك جيدا. لا تتمادى في استغلال حظك معي. لقد أظهرت أقصى درجات الصدق. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صرخت وأنا أغادر. أعطوه 3000 جين من الملح و1000 تايل من الفضة. دعه يذهب. هكذا صرخت في وجه ما هوان. انحنى ما هوان بتذلل، لكنني تمكنت من رؤية عينيه الصغيرتين الخبيثتين تدوران كالعجلات بسرعة. لقد استرق السمع لجدالنا حول الوصفة السرية، والآن كان يخطط لمؤامرة قذرة. إذا كانت لين لينجر تريد وصفتي التي تمثل أملنا الوحيد، فعليه التحرك بسرعة لتنفيذ خطته. بعد مغادرتي استدعت لين لينجر ما هوان إلى الغرفة الخلفية فورا. رسمت على وجهها ملامح الثقة، وأخبرته بأنه الشخص الوحيد الذي تعتمد عليه أكثر من أي شخص آخر في المتجر بأكمله. رجل والدها المخلص لما يقرب من 10 سنوات. جلس ما هوان يهز رأسه بحماس شديد، وكان وجهه يمثل لوحة من التفاني والولاء. مخلص تماما. أي شيء تحتاجينه سأفعله دون أدنى تردد. لكنني بصفتي حاميا لقومي كان لدي شعور سيء تجاه هذا الرجل. تلك العيون الصغيرة الماكرة لم تتوقف أبدا عن الحساب. أخبرت لين لينجر ما هوان بخطتها. أرادته أن يتبعني ويصادقني ويكتشف سر تكرير الملح الخاص بي. عرضت عليه نسبة 10% إذا نجح. بالكاد استطاع ما هوان احتواء حماسه الشديد لهذا العرض. كانت هذه بالضبط الفرصة الذهبية التي كان ينتظرها بفارغ الصبر. الآن صار بإمكانه الاقتراب مني دون إثارة أي شكوك، ولكن أثناء مغادرته راقبت لين لينجر ظهره بنظرة باردة وحادة جدا في عينيها. لقد كانت تختبر ولاءه ببساطة. فتاة ذكية حقا. حسنا، أنا وأنت سنرى كيف تكون حماية الأتباع. قدت العربة خارج المدينة مسرعا عن قصد، وعندما وصلت أخيرا لنقطة التقاء شياو والآخرين أبطأت سرعتي تماما. وكما توقعت تماما جاءت أصوات حوافر الخيول من الخلف. كان ما هوان يركض بقوة، يلوح بيده وينادي علي لأتوقف فورا. أرسلتني الرئيسة الشابة للدردشة معك حول بعض الأشياء الهامة. هل لديك لحظة من فضلك؟ بالتأكيد، من هذا الطريق. أشرت نحو الغابة الكثيفة بجانب الطريق. تبعني إلى الداخل دون تفكير ثان، ثم قمنا بربط خيولنا هناك. بدأ في الحديث ويداه مشبوكتان بأدب، ولكن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته الأولى ضربت بيدي شريانه السباتي بلا رحمة لحماية أسرار قريتنا. تدحرجت عيناه للخلف وسقط أرضا. اندفع شياو والآخرون مسرعين وسحبوه عميقا إلى داخل الغابة المظلمة. أخذ شياو وتشاو آي العربة المحملة وتسللا بهدوء عبر طريق خلفي باتجاه قريتنا الآمنة. ثم جاء الصراخ من عمق الغابة. استمر للحظة واحدة فقط قبل أن يعم الصمت. شخص ما قام بسد فمه. حصلنا منه على ما نحتاجه. تعثر تشين شو وخرج أولا شاحبا كالورق وتقيأ بشدة. لم يسبق له أن رأى أي شيء دموي كهذا من قبل. كان شياو يستند إلى شجرة ويتقيأ أيضا. حاول داشي أن يضحك عليهم ساخرا. ألا يمكنكم التعامل مع القليل من الفوضى؟ كيف ستتبعون الأخ تشون هكذا؟ ثم انحنى فجأة وبدأ يتقيأ هو الآخر بشدة. خرجت أنا بهدوء ويداي ملطختان بالدماء، دماء سفكتها لضمان بقائهم. أسرع تشين شو بجلد ماء لغسل يدي، وفي تلك اللحظة بالذات دوت أصوات حوافر الخيول من الاتجاه المعاكس. اقتحم 12 حصانا سريعا الغابة في لمح البصر. كانت تقودهم بأيو سينغ، جميلة وشرسة كعادتها، مع رجل غائب عن الوعي ومغطى بالدماء ملقى على سرجها، واثنان من فرسانها يحملان أسرى أيضا. نظر رجالها إلي بتعبيرات معقدة، فضول، شك وعداء صريح. وعندما أدركوا مدى صغر سني ازداد احتقارهم لي، لكنني سأثبت لهم أنني القائد الذي يحمي أرضه. تجاهلتهم، فنحن نحمل أرواحا على عواتقنا. ترجلت بابتسامة واسعة وقالت: هل أمسكت بهم لآخر واحد؟ رمى رجالها 3 جثث أمامي، 3 حراس. عبست. العدو ماهان كان حذرا، وهذا يهدد سلامة أرضنا أكثر مما توقعت. أوضحت قائلة إنهم توزعوا بمسافة نصف لي، يتحركون بالتناوب كالظلال. اسمعوني جيدا، لو أمسكنا واحدا فقط لهرب البقية. لحسن الحظ أحضرت فرقا إضافية فلم يفلت أحد. خطأ واحد كان سيكلف أبرياءنا حياتهم. قلعة الرياح السوداء لن تعلم شيئا أبدا. قلت لها بصدق: أحسنت عملا. لقد كانت حاسمة. فقالت بدلع: يا إلهي، عزيزي تشين شين يمدحني شخصيا. أنا سعيدة جدا. وضعت يدها على صدرها ورمقتني بابتسامة مغازلة واضحة، وفجأة ساد صمت مطبق وغريب على المكان بأكمله. تشين شو، داشي وشياو
تبادلوا النظرات، اتفقوا بصمت أنهم لم يسمعوا شيئا، وعادوا فورا لسحب الأسرى لحماية أسرارنا. لكن رجالها احترقت أعينهم بغضب شديد. بيانغ بالنسبة لهم كانت إلهة وأيقونة لا تمس، وها هي تتودد لمراهق قائلة: عزيزي تشينشين، قلت ببرود وأنا أدرك ثقل مسؤوليتي، أنت تفعلين هذا عن قصد. ماذا تقصد عن قصد؟ لقد ركبتني وهزمتني 4 مرات بالفعل، أنا مخلصة لك تماما الآن. حدقت بي بعشق رغم أنني لمحت بريق المكر في عينيها. هزمتها 4 مرات، رجالها خلفها كانوا على وشك الانفجار من الغضب لحماية كبريائهم. اسحب نصلك فورا. قفز أحدهم عن حصانه غاضبا وسحب سيفا طويلا موجها إياه مباشرة نحوي بتحد صريح. اقتربت بيانغ حتى لامس أنفاسها الدافئة وجهي وهمست: لا تظن أنني أجهل ما تخطط له من أجل أرضك يا تشينشين. أنت تريد السيطرة على قلعة شيانغ لتعزيز قوتك، أليس كذلك؟ حسنا، هذه هي فرصتك الذهبية. اهزم قادة هؤلاء واكسب احترامهم وولاءهم، وستصبح القلعة لك لتقودها، وبالطبع أنا أيضا لك. ضحكت بخفة بينما حافظت أنا على تعابير وجهي الجامدة تماما. كيف عرفت أنني أطمع في قلعتك؟ ابتسمت بيانغ بمكر وقالت: لقد تعمدت هزيمتي 4 مرات متتالية، وسحقت كبريائي وكرامتي أمام الجميع لتخضعني. لو أردت مجرد صفقة تجارية عابرة لما ذهبت إلى هذا الحد القاسي، لذا الإجابة واضحة تماما. أنت تريدني أنا وقلعتي لحماية شعبك. علاوة على ذلك، الرجل بلا طموح ليس رجلا حقيقيا. نظرت إليها باحترام وتقدير جديدين. لقد قرأتني ومسؤولياتي بدقة، وبدلا من الشعور بالإحراج لانكشاف أمري زاد إعجابي بها كقائدة حقيقية. هذه المرأة لم تكن زعيمة قطاع طرق عادية. اسحب نصلك. زأر الرجل الغاضب خلفها مرة أخرى بتحد. تراجعت بيانغ وقالت بمرح: إنه لك يا تشينشين. فقلت بحزم: القائد، أذكر اسمك. أجاب: تشيونغ غوانغ، الزعيم الثاني لقلعة شيانغ. لا أحتاج إلى أي سلاح لمواجهتك. اندفع نحوي بصرخة مدوية ملوحا بسيفه للأسفل بقوة، ورغم غضبه لاحظت بوضوح أنه قلبه للجانب غير الحاد. حتى وهو غاضب لم يكن يحاول قتلي. انظروا لما حدث هنا، كنا سنقاتل معا ضد الرياح السوداء. لقد أراد فقط تلقيني درسا، وأنا احترمت نبل غايته، لكن ذلك لم يغير مصيره. لقد تحركت بسرعة تفوق سرعة نصله. انزلقت كالشبح متجاوزا دفاعاته. أمسكت بمعصمه بقوة، لويت ذراعه بالكامل، ثم اندفعت بخصري نحوه وطرحته أرضا برمية خلفية نظيفة ومثالية في حركة واحدة. اصطدم بجذع شجرة صلب وبقي يتلوى محاولا النهوض. جسدي كان يتعافى بشكل ممتاز. استعدت حوالي 50% من قوتي السابقة خلال نصف شهر لأجل حماية قريتي. ليس سيئا على الإطلاق. من التالي تقدم الزعيم الثالث لو هاندونغ إلى الأمام حاملا عصا حديدية صلبة يقارب وزنها 20 جين بكل تأكيد. طعنني بها كالرمح متراجعا بضربته قليلا، وهو أمر قدرته جدا. حولت مسارها بذراعي اليسرى ببراعة، أمسكت العمود وجذبته نحوي بقوة، وعندما سحبه هو بالمقابل أفلته فجأة. قوته المندفعة أفقدته توازنه تماما ليتعثر ويتراجع إلى الخلف بخطوات مضطربة. كنت أنتظره هناك. وجهت ضربة خلفية لمعدته، ليست قاسية جدا ولا ضعيفة أيضا. انحنى وتقيأ في كل مكان. كنت قد ابتعدت بالفعل. سقط زعيمان في ثوان. صفقت بيانغ بحماس وهتفت: حركات رائعة. رمقها رجالها بأعين مجروحة يتساءلون: في صف من تقف بحق الجحيم؟ التفت إليهم قائلا: البقية هلموا إلي جميعا، أنا في عجلة من أمري. نظروا لبعضهم البعض ووجوههم تحترق بمزيج من العار والغضب. قتالي جميعا في وقت واحد كان أمرا مهينا، لكن أفضل مقاتليهم خسرا أمامي بيد العاريتين. لم تكن لديهم أي فرصة بشكل فردي. صرخوا بحنق: حسنا، أقضوا عليه الآن. ألقوا أسلحتهم على الأرض واندفعوا نحوي من كل حدب وصوب. تقدم 3 منهم أولا. أحدهم استهدف خصري مباشرة، والاثنان الآخران حاولن الإمساك بذراعي وساقي. المقاتل الأوسط تلقى ركبتي أسفل ذقنه مباشرة وسقط أرضا فاقدا للوعي. دون توقف ركلت الذي على يميني ركلة جانبية مرسلا إياه طائرا في الهواء، ثم درت حول نفسي ووجهت كتفي نحو الأيسر مستخدما ضربة الجسد المغلق من تقنية باجي كوان. اصطدم متراجعا برجلين آخرين. بعد ذلك أصبحت كالنمر الشرس وسط قطيع من الخراف الضعيفة. قبضات، أكواع، ركب، أقدام وأكتاف، كل شيء كان سلاحا. ضربات عالية، كنس منخفض، لكمات ممتدة وخطافية. 10 أنفاس فقط، بل أقل.
وكان 13 رجلا ملقين على الأرض، كل واحد منهم بلا استثناء، ورغم ذلك كنت قد كبحت قوتي الحقيقية. لو لم أفعل لتهشمت عظامهم، ولربما مات بعضهم. وقفت هناك أزفر ببطء، وعرق خفيف يغطي جبهتي، لكن دون أي شعور حقيقي بالإرهاق، فقوتي تتغذى على التعب. 20 يوما من التدريب الشاق آتت ثمارها. هل يريد أي شخص مواصلة القتال؟ جلسوا على الأرض بصمة تام، يمسكون كدماتهم ورؤوسهم مطأطأة. لم ينطق أحد بكلمة. استطعت رؤية ذلك بوضوح في أعينهم. هل ترون هذا الخوف في أعينهم؟ هزيمة وصدمة. واجهتهم بيد العاريتين بلا خدش واحد. استدرت للغابة، مدركا أن رحلتنا لحماية شعبنا قد بدأت للتو. راقبت تشين شو والآخرين وهم ينهون استجواب أولئك الحراس الثلاثة. أجبرتهم على مشاهدة كل ثانية قاسية من استجوابي لمواهوان. لم يكن الأمر مجرد تعليمهم تقنيات، بل لضمان بقائهم. لحماية ديارنا يجب أن يروا الدماء ويصبحوا أقوياء. أولئك الحراس الثلاثة انهاروا بسهولة تامة، جبناء جميعهم بلا استثناء. تطابقت كلماتهم الجبانة تماما مع اعترافات مواهوان. معقل الرياح السوداء الذي يهدد سلامنا يقع عميقا داخل جبال تيبي. زعيمهم يدعى لوهيسي. لقد أعدمنا قائدهم الثاني بالفعل في قريتنا، والقائد الثالث هو مواهوان نفسه الذي بأيدينا، والرابع هو ذلك الكشاف الثرثار جانغ غوانغ الذي تخلصت منه مسبقا لحماية أرضي. معقل الرياح السوداء لا يعلمون بعد. أكثر من 70 لصا ينتظرون هناك، يخططون لمهاجمتنا وسرقة سر تكرير الملح الخاص بنا. فجأة تمايلت بيانغ نحوي وشبكت ذراعها بذراعي قائلة: تشين، أنت مذهل حقا. أنا فقط أعشقك. يجب أن تعلمني يوما ما. سأدعك تفعل بي ما تشاء. يا لها من تفاهات. تجاهلت هراء هذه المرأة. أمرتهم بالتحرك فورا. أخذنا مواهوان والحراس الثلاثة معنا، وتوجهنا مباشرة نحو معقل الرياح السوداء. كان طاقم يوسانغ يضم حوالي 30 شخصا، ليست قوتها الكاملة، بل فقط لأن الخيول لم تكف للجميع. ومع ذلك هؤلاء 30 كانوا شبابا أقوياء وأشداء. بعضهم يجيد القراءة، وهذا أمر أثار إعجابي حقا. أساس جيد لبناء مستقبلنا. بتوجيه من الأسرى شققنا طريقنا عبر الجبال الوعرة حتى وصلنا لتل يبعد قليلا عن المعقل. تحت ضوء الغروب الأخير تمكنت أخيرا من رؤية التهديد الذي يتربص بديارنا. قمة جبلية مسطحة مليئة بالمباني الخشبية العشوائية، الواجهة محصنة بجدار خشبي مرتفع مع بوابة رئيسية و3 طرق تنحدر للأسفل، ومن الخلف لا شيء سوى منحدرات مميتة وشديدة الانحدار، فخ مثالي تماما لاصطياد هؤلاء الجرذان. توقفنا للراحة وتناول الطعام بظلام دامس. رجالي الذين هم مسؤوليتي تناولوا الكعك المطهو على البخار والطيور المشوية والبطاطس المملحة. رجال معقل شيانغ لم يتمكنوا من التوقف عن التحديق بطعامنا. كانوا يمضغون كعك جافا يشبه نشارة الخشب. بدأ بعضهم يبتلع ريقه بشدة بمجرد مشاهدتنا ونحن نأكل. إطعام رجالي مسؤولية مقدسة لدي. كقائد سابق لآلاف الجنود أعلم أن الجوع يدمر الأمل. قاعدتي كانت بسيطة: مهما كان الثمن، أولئك الذين يقاتلون لحماية أرضنا يجب أن يأكلوا جيدا وبطاقة عالية. لا يمكنك حماية أحد بمعدة خاوية. بالطبع كان على داشي أن يتباهى أمامهم قليلا. مضغ بصوت عال جاعلا لعابهم يسيل أكثر. ولكن بعد أن شبع رجالي أمرتهم بمشاركة كل ما تبقى من طعام، نصف كعكة لكل شاب منهم، بالإضافة إلى ما تبقى من الطيور والمخللات والملح النفيس. لا شيء يكسب القلوب كتقاسم الطعام وقت الندرة. في عيونهم الممتنة رأيت المسافة بيننا تتلاشى وتتحول إلى ثقة. نادى بعضهم بامتنان: شكرا لك أيها الأخ تشون. حاولت بيانغ تقبيل خدي، لكنني تفاديت حماقتها بسرعة. هل تريدين ضربة أخرى؟ حذرتها. عبست ثم خطفت الخبز من يدي وعظته قائلة: أحب أن آكل مما أكلت منه. وكأنها قبلة غير مباشرة. ألعابها الصبيانية تختبر صبري. فركت صدغي وركزت على تأمين مستقبلنا. إليكم الخطة: 3 منكم يبقون لحراسة الخيول، البقية يتوزعون لسد كل مسارات الهروب والطريق الرئيسي. لن نسمح بتسرب أي خطر. ضعوا حراسا بالمناطق المرتفعة. لن يهرب أحد ليهددنا مجددا. سندخل نحن ال4 فقط إلى المعقل الليلة ونبيدهم جميعا. ماذا؟ أنتم ال4 فقط ضد 80 لصة وتريدون القضاء عليهم جميعا؟ كيف يمكنكم حمايتنا هكذا؟ حدقت شونغ وينغ ولو هاندونغ بي بصدمة تامة. رفعت عيني ونظرت إليهم نظرة واحدة فقط، لكنني تركت نية القتل وحزمي يتسربان منها.
كلاهما شعر بالثقل المطلق لمسؤوليتي، وارتجفت أيديهما بخوف واحترام. لقد هزموا أمامي اليوم بالفعل، والآن تحت وطأة ضغطي الهائل خفضوا رؤوسهم دون نطق كلمة أخرى. نفذوا الخطة فورا. أمان مطلق لضمان بقائنا. استلقيت خلف صخرة واستخدمت تقنية استرخاء قديمة من حياتي السابقة لأستجمع قوتي من أجلهم. حررت كل التوتر من جسدي المنهك حتى أطرافي، وفي غضون دقائق غرقت في نوم عميق وضروري. بعد منتصف الليل، ظلام دامس وبلا قمر، ليلة مثالية تماما لتطهير هذه الأرض من الشرور. حاملين ثقل مهمتنا، تسللنا في الظلام الدامس حتى وصلنا لقاعدة الجدار الخشبي. كنا قريبين لدرجة سماع شخير اللصوص بالداخل. برجا مراقبة يحيطان بالبوابة من الجانبين، غافلين عن الحكم القادم إليهم. 4 حراس نائمين بيكسل وسيوفهم بأحضانهم، لم يهتموا بتبديل الورديات، فقد شعروا بالأمان متجاهلين المعاناة التي سببوها لنا. مختبئين عميقا في الجبال وخلف مسارات ملتوية، ظنوا أنهم بعيدون تماما عن متناول عدالتنا المطلقة. متغطرسين في عزلتهم لذا ناموا. أشرت بصمت إلى شياوي وتشينشو، ثم وجهتهم نحو البرج الشرقي. قمت بحركة قطع حاسمة بيدي، ثم أشرت لداشي ولي نحو البرج الغربي، نفس الإشارة القاتلة. تدربنا على هذه الإشارات حتى أصبحت غريزة. أومأ الجميع بتناغم، فريقان وبرجان، تفرقنا وتحركنا لحماية شعبنا. عندما اشتدت الرياح وصارعت أشجار الصنوبر، استخدمناها كغطاء. أطلقنا خطاطيف حديدية على البوابة، ثم تسلقنا لنؤمن غدا ديارنا. صعدت من جانب، وصعد الشاب تيشيني من الجانب الآخر. كانت ذراع الشياوة لا تزال تتعافى، لذا التسلق والقتل الفوري لم يكن مثاليا له. الحقيقة أن الثلاثة لم يكونوا مستعدين تماما، لكن لحماية مستقبل قريتنا لهذا السبب تحديدا أحضرتهم. كانوا بحاجة للنمو. الدماء وحدها ستحولهم إلى حماة حقيقيين للديار. تسلقت الجدار بسرعة فائقة، يداي تسحبان وقدماي تدفعان الخشب بقوة، منطلقا لأعلى مترا مع كل دفعة. 5 دفعات سريعة وكنت قد وصلت إلى برج المراقبة. نام لصان في الزوايا يعانقان سيوفهما. سحبت نصلي القصير، كتمت فم الأول لإلى يفزع صغاري، قطعت حنجرته، ثم أتبعت الثاني بضربة صامتة. 3 أنفاس، قتيلان. ثم شعرت بشيء خاطئ تماما. سحبت قوسي بسرعة وانحنيت، ثم أطلقت سهما قاتلا لمسافة 40 خطوة نحو البرج الآخر. اخترق السهم فم اللص المفتوح مباشرة وثبته بقوة في السور الخشبي. قتل تشينشو رجله الأول، وقطع الشريان كما علمته تماما، لكنه فقد السيطرة على الجسد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ركلة الجسد المتشنجة أيقظت اللص الثاني. كاد ذلك الوغد أن يفتح فمه ليصرخ ويفضحنا، لكن سهمي وصل في اللحظة الحاسمة لإنقاذه. نظر إلي تشينشو من بعيد شاعرا بالخجل. أشرت إليه بحزم وعطف، واصل التحرك. نزلنا بهدوء من الأبراج. حمل داشي جثة مهوان نحو القاعة الرئيسية ببراعة، بينما تسللت أنا وبقية الصغار بحذر شديد نحو مخزن الحبوب. نقلنا أكياس الطحين تباعا إلى القاعة بصمت مطبق. جهزنا كل الفخاخ لحماية مستقبلنا، ثم انزلقنا مجددا إلى ظلال الليل المظلمة. أخرج داشي جرسا نحاسيا وضربه بكل ما أوتي من قوة. حان وقت الكارثة. بدا وكأن الزعيم الثالث تسلل وعلق نفسه في القاعة الكبرى. شق الضجيج سكون الليل، وبدأت الأضواء تشتعل في كل مكان. تعثروا قطاع الطرق أشباه العراة خارج غرفهم، يحملون المشاعل ويركضون جميعا في فزع نحو القاعة. أضاءوا شموع الشحم الكبيرة بالداخل ليتفاجأوا بجثة مهوان تتدلى بوضوح من العارضة الرئيسية للقاعة الكبرى، ممزقا بأكثر من 12 جرحا، والدماء تقطر على الأرض. كيف عاد إلى هنا؟ وكيف مات؟ صرخوا برعب، ثم أمروا: ابتعدوا. رجل ضخم شق طريقه عبر الحشد. إنه لوهيسي الزعيم، بطول 7 أقدام وبنية ثور ووجه أسود كالفحم. عندما رأى مهوان يتدلى هناك أحمرت عيناه وأطلق زئيرا مليئا بالحزن. الآن كل شركائه الأوائل الذين هددوا سلامنا أصبحوا في عداد الموتى. صرخ بغضب شديد: أنزلوه حالا. تدافعوا لقطع الحبال بسرعة، لكن في اللحظة التي فكوا فيها الجثة اندفعت الحبال لأعلى كزناد فخ مميت أعددته لهم بعناية، متصلة بشيء فوقهم. عشرات الأكياس المصطفة على العوارض الخشبية انفجرت وانفتحت في آن واحد لتسقط الطحين كانهيار جليدي أبيض. في ثوان تحولت القاعة إلى سحابة خانقة من المسحوق. لا أحد يستطيع الرؤية ولا أحد يستطيع التنفس.
أي غبي علق أكياس الطحين في السقف، شتم اللوهيسي وهو يشعل بشدة، ثم قفزت شعلة نار صغيرة، رقصت ألسنة لهب الشموع بجنون، وقبل أن يتفاعل أحد هز الانفجار العظيم الجبل بأكمله، انفجار الغبار المروع. استمعوا إلي جيدا، هذا كان جوهر خطتي لحمايتنا، جزيئات الطحين المعلقة بالهواء مع لهب مكشوف، علوم أساسية من حياتي السابقة لحفظ أرواحنا، مدمرة تماما في هذه الحياة. سويت القاعة الكبرى بالأرض في لحظة، تم تمزيق أكثر من 20 لصا بالداخل إلى أشلاء، لم يبق سوى لحم ممزق. حملت موجة الانفجار الصادمة النار للخارج لتطيح ب12 رجلا آخرين قرب المدخل عاليا في الهواء. الأقرب تمزق إلى أشلاء متناثرة، والذين في الوسط احترقوا وتفحموا، أما الأبعد فقد طاروا ليصطدموا بالأرض بعنف يبصقون دماءهم الملوثة. تمزقت أعضاؤهم الداخلية، اشتعلت النيران في المعقل بأكمله. فوق التلال كنت أعلم يقينا أن تشونغ جاونغ وبقية أهلي يراقبون من بعيد. تستطيع تخيل وجوههم المصدومة، لم يسبق لهم أن رأوا قوة مرعبة ومخلصة كهذه. ربما ظن لو هاندونغ أنني نوع من آلهة الرعد لحمايتهم. أما بالنسبة لباي وانغ فقد أدركت تماما كم كانت ذكية جدا حين قررت عدم قتالي حتى النهاية المريرة. خرجت من بين الظلال الكثيفة برفقة رجالي الصغار الثلاثة. قطاع الطرق، الناجون كانوا يتعثرون في ضوء النار، عميان من الرعب البائس، يركضون في كل اتجاه. رفعت قوسي وابتسمت بثقة. حان وقت الصيد. تقدموا، سأعلمكم كيف تقتلون لحماية أرضنا. اندفع الثلاثة للأمام بصرخة حرب مدوية، وكان داشي هو رأس الحربة الشجاع. تشينشو وشياو قام بحمايته من الجانبين. كان عملهم الجماعي خشنة، أول قتال حقيقي لهم معا، وهذا متوقع تماما. لكن قطاع الطرق كانوا في حالة أسوأ بكثير ومحطمين كليا، وهذا منح أولادي ساحة تدريب مثالية ليتعلموا كيف ينجون. الثلاثة فتحوا النار بأقواسهم النشابية أولا، لكن لأنها معركتهم الأولى سيطر التوتر والخوف على أعصابهم الشابة. شياو أصاب 1 من 3، تشينشو أصاب 1 من 5. داشي أفرغ جعبة سهامه بالكامل ولم يصب شيئا أبدا، بل كاد أن يحطم يده بحلقة القوس. بحلول ذلك الوقت كان قطاع الطرق الناجون قد رصدونا واندفعوا نحونا بأسلحتهم المرفوعة. كان ذلك جيدا. القتال المتلاحم هو عالم داشي الحقيقي. أخذ داشي الطليعة برمحه القصير. تشينشو قام بالتغطية بالسيف والدرع، بينما بقي شياو في الخلف كقناصنا الموثوق. انطلق الثلاثة مباشرة نحو العدو بلا أي تردد. ضربة داشي الأولى أطاحت بسيف اللص جانبا، واخترق رمحه صدر الرجل بالكامل وبكل قوة. اندفع نحوه 2 آخران قبل أن يتمكن من سحب رمحه، لذا سحب سيفه بسرعة ولف جسده بالكامل في ضربة قاطعة شطرت رجلا إلى نصفين قطريا من الأعلى للأسفل. هل تقارنون شفراتنا الحديثة والمطروقة بأسلحتهم الحديدية الخام البدائية؟ مستحيل. تحطمت سيوفهم الهشة بمجرد ما لامستها لأسلحتنا المنيعة. تصدى تشينشو ببراعة لضربة غادرة استهدفت داشي لتنكسر شفرات قطاع الطرق إلى نصفين، ثم غرس سيفه بلا تردد في أحشاء الرجل. هكذا نحمي شعبنا. أطلق شياو سهما اخترق صدر أحد قطاع الطرق بقوة هائلة استقرت في النهاية لتثبت ساق رجل آخر في الأرض. دقة مذهلة. كان تعاونهم فوضويا بالبداية، لكن تشكيلهم الثلاثي بدأ يظهر قوته الحقيقية. أمل قريتنا ينمو. بقيت قريبا أصرخ بالتوجيهات لحمايتهم. يا داشي، لا تندفعوا بعيدا، ابقوا متقاربين، يجب أن نعود أحياء، لذا غطوا ظهور بعضكم البعض. شياو راقب الخلف. تشينشو تعاون مع داشي. 2 ضد 1. اقضوا عليهم بسرعة وتحركوا. اندفعوا للأمام من أجل ديارنا. غطوا اليسار، تحركوا لليمين. تشينشو بالمقدمة، السيف والدرع معا، ودعم القوس والنشاب من بعيد. عندما تفرغ ذخيرتكم تماما اسحبوا شفراتكم، التقطوا أنفاسكم، ثم أعيدوا التذخير. هل تشعرون بثقل المسؤولية مثلي؟ كنت أعلمهم تكتيكات النجاة وسط الدماء والنيران الحقيقية. كلما تجرأ لص غبي على الاقتراب مني أسقطته بسهم أو بضربة سيف واحدة دون أن أقطع توجيهاتي. يجب أن أبقى الدرع الذي لا ينكسر. عندما تقع فرقتي في مأزق كنت أطلق سهما لإنقاذهم. لن أسمح بفقدان أي منهم. تطور تنسيقهم بسرعة، مرتبك في البداية ثم سلس، ثم أصبح متناغما بشكل لا يصدق. مهاراتهم نمت وخبراتهم زادت، والأهم أن شجاعتهم انفجرت. في ساحة المعركة يكبر الجنود الجدد في كل ثانية يحرسون فيها الديار. في النهاية نسوا الخوف تماما، تجاوزوا حاجز الرعب الأول وتخلصوا من بعض الأعداء، وهناك شيء ما تغير بداخلهم إلى الأبد.
توقفوا عن التفكير بالموت وقاتلوا لحماية مستقبلنا. أينما تكاثر العدو اندفعوا نحوه. أصبح المعقل جحيما مستعرا، نيران، صرخات ودماء تتناثر في كل مكان ثمنا لحريتنا. فوق التل علمت أن رجال معقل زانغ يراقبون بذهول. كانت يد تشون وانغ ترتجفان بوضوح. كان لو هاندونغ يتمتم بأننا بلا شك جنود مرسلون من السماء. بيانغ سمعت لاحقا أنها صرخت مستعدة لتقديم معقلها بأكمله كمهر فقط للحصول علي، وعندما انتهى كل شيء تماما لم يبق أي عدو لنقتله. لقد طهرنا الأرض. الناجون كانوا على ركبهم يبكون ويتوسلون الرحمة محطمين كليا. ماذا نفعل بهؤلاء الأوغاد الذين دمروا حياة شعبنا؟ زمجر داشي ولا يزال يبحث عن أهداف. الدماء تقطر من نصله في خط أحمر رفيع. بدت شينشو وشياو بنفس الشراسة. خاب أملهم بانتهاء القتال. بعد تذوقهم الأول للمذبحة الحقيقية دفاعا عن الأبرياء، تحول هؤلاء الفتيان الثلاثة تماما. 3 حمات مرعبين ولدوا للتو. هذا بالضبط ما أردت رؤيته. ثم انحنى ال3 وتقيأوا. إنها عمليات القتل الحقيقية الأولى لهم. الأدرينالين كبح الغثيان أثناء المعركة. الآن تداركت الموقف. قلت لهم بصوت حازم: افتحوا البوابة فورا. قلت: دعوا الشباب يدخلون. وعندما دخلوا أخيرا وجدونا نحن ال4 نقف بثبات وسط ألسنة اللهب والجثث المتناثرة صامدين من أجلهم. وقفت في المقدمة أتكئ على سيفي الثقيل، ووقف ال3 خلفي مثل 3 قمم تحيط بجبل عظيم يحمي الأرض. رائحة الدماء صدمتهم كجدار صلب. استدار بعض الشباب وتقيأوا على الفور، حتى تشونغ غوانغ ولو هاندونغ شحب وجهيهما من هول المنظر المروع. جثث في كل مكان وليست كاملة، أطراف مفقودة، أحشاء مسكوبة، ورجال مشطورون لنصفين بدقة. بدا المكان كمسلخ أكثر من كونه ساحة معركة. سارت بيانغ نحوي ووجهها شاحب تماما خلف قطعة قماش الغبار. بدأت تناديني شين تشان كالمعتاد، لكن عندما استدرت ونظرت إليها بعيني محارب يحمل هموم شعبه واقفا هناك وسط الجثث والنيران، شيء في نظرتي أوقفها تماما. تشون، الأخ تشون، صححت كلامها بهدوء. لقد اكتسح فريقنا كل مسار صعودا إلى الجبل. لم يهرب أحد. لقد فعلتها. إبادة تامة. ثم أطلقت تنهيدة طويلة ومريحة. 4 ضد 80، 1 ل20. انتصار ساحق وبلا إصابات. همس تشونغ وانغ وعيناه ترتجفان. وحده إله الحرب يفعل هذا. حتى الجنرال غوانتانو من ممر الأوز الشمالي لا يمكنه مضاهاته. هذا لفت انتباهي. هل خدمت في الجيش العسكري حقا؟ نعم أيها الأخ تشون، كنت ضابطا صغيرا تحت إمرة الجنرال غوانتانو في ممر الأوز الشمالي. انحنى بعمقي باحترام حقيقي وخوف واضح. سألته رافعا حاجبي باستغراب شديد: إذا كنت جنديا تمتلك رتبة عسكرية، فلماذا أصبحت قاطع طريق يروع الآمنين؟ قالت شونغ غوانغ بحسرة: عائلتي المكونة من 13 شخصا صغارا وكبارا قتلوا جميعا بأيدي قطاع الطرق. ورأسه منخفض بشدة من الخجل. المسؤولون المحليون نسبوا الفضل لأنفسهم وتجاهلوا كل شيء تماما، لذلك هربت من الجيش لأنتقم لأرواحهم. الولاء والعدالة لا يسيران دائما في نفس الطريق. قلت له: أنا أفهمك جيدا. تجمد مكانه. أحمر أنفه وهمس بصوت باكي: شكرا لك أخي تشون. لا أعتقد أنه عرف لماذا أثرت به كلماتي بشدة. سنوات من العار والحكم القاسي من الآخرين. ثم أخيرا شخص قوي بما يكفي قال إنه يتفهم. صدقوني، هذه اللحظات تغير النفوس تماما. التفت إلى لو هاندونغ: أنتم سرقتم حبوبنا. عائلتي بأكملها ماتت جوعا. الزعيمة أنقذتني من الموت، لذا اتبعتها بصدق وبساطة شديدة. لاحظت أن الرجال الأقوياء يميلون ليكونوا صريحين هكذا. أخبرتني بيانغ أن بقية رجالها يحملون قصصا مشابهة من المعاناة والألم. كل واحد منهم فقد شخصا عزيزا بسبب قطاع الطرق. أما أفعالهم السيئة فقالت إن جريمتهم الوحيدة هي قتل الكثير من الأوغاد وسرقة عائلات غنية فاسدة. لقد صدقتها. اقترب مني تشينشو وهو يمسح الدماء من يديه. لقد أنهينا الاستجوابات. لو هيسي وجميع القادة ماتوا في الانفجار الضخم. هؤلاء الناجون القلائل هم كل ما تبقى هنا. لم يهرب أحد. لقد نضجوا بسرعة. يوما واحد فقط وبدأ يعتادوا على هذا العمل القاسي لحماية ديارنا. كما أمرت جعلناهم يفضحون بعضهم البعض. لم يكن بينهم رجل بريء واحد. كل واحد منهم ارتكب فظائع لا يمكن وصفها أو تخيلها أبدا. أنتم لا تتخيلون الغضب الذي أحسست به. عيناي تشتعلان. الأشياء التي فعلها هؤلاء اللصوص: رمي الأطفال على أطراف السيوف واقتلاع قلوب الأحياء، وحوش بشرية. كان شينشو بالكاد قادرا على كبح نفسه عن تمزيقهم في تلك اللحظة.
أحضر شياوي إحصاء الغنائم، حوالي 10,000 قطعة فضية و30,000 مكيال من الحبوب و35 حصانا، ثروة ستساعد شعبنا بالتأكيد. ثم خرج داشي من حفرة في الأرض يصرخ بأعلى صوته: لقد وجد زنزانة سرية، وواحدة تلو الأخرى بدأت النساء بالزحف للخارج. أكثر من 80 امرأة، كلهن شابات، أصغرهن في 14 وأكبرهن ربما في 27، بملابس ممزقة أو أسوأ بكثير. عندما رأينا الجثث والدماء المتناثرة في كل مكان تجمعنا معا على الأرض، كن مرعوبات جدا لدرجة أنهن عجزن حتى عن الصراخ. أخبرني داشي بهدوء أنهن اختطفن جميعا بعد أن ذبح اللصوص عائلاتهن، بعضهن كن لاجئات، وقال إن عددهن كان يقارب 200 في البداية. النصف الآخر تعرض للتعذيب حتى الموت. قبض الشبان على أسلحتهم بقوة، وكانت كل الوجوه ملتوية بغضب قاتل وحزن عميق. هؤلاء النساء ذكرن كل واحد منهم بماضيه المؤلم. تقدمت بايوس نحو النساء وبدأت تتحدث إليهن بصوت هادئ ومطمئن لتهدئتهن. انفجرن في صرخات من الفرح، ثم انهارت كل واحدة في أحضان الأخرى، وهن ينتحبن بشدة، وبكت هي معهن أيضا. قال تشونغ ووانغ وهو يحدق في اللصوص الناجين بصوت يائس: أخي تشون، أرجوك دعنا نتعامل معهم. ونظر إلي كل شاب هناك بنفس العيون المتوسلة. قلت لهم: حسنا. فانحنوا جميعا قائلين: شكرا لك يا أخي تشون. لكنني أضفت: ولكن أولا أريد أن أرى مهاراتكم في الرماية. استدعى تشونغ غوانغ 4 روما، كانوا يحملون أقواسا عسكرية قياسية، كانت جيدة لكنها لم تكن شيئا مميزا على الإطلاق. 4 رمات فقط في المجموعة كلها، عدد قليل جدا، لكنني أعلم جيدا أن تدريب رمات حقيقيين يستغرق سنوات طويلة من العمل، على عكس أقواسنا المتقاطعة حيث تحتاج فقط لتعلم التصويب. قلت لهم: لديكم فرصة واحدة، أروني كم عدد الذين يمكنكم قتلهم. داشي، اقطع حبالهم الآن. قطع داشي الحبل الذي يقيد اللصوص 13 الناجين وضحك بسخرية: اركضوا أيها الجرذان، دعونا نرى ما إذا كانت أرجلكم أسرع من سهامهم. تفرق اللصوص في كل اتجاه وهم يصرخون ويركضون نحو البوابة الرئيسية. تركتهم يبتعدون مسافة 30 خطوة قبل أن أعطي الإشارة. أطلقوا، طارت السهام في الهواء، ولكن سواء بسبب التوتر أو ضعف المهارة أخطأ الرماة أكثر بكثير مما أصابوا أهدافهم. بحلول الوقت الذي وصل فيه اللصوص للبوابة سقط 7 فقط. 6 كانوا لا يزالون أحياء يركضون نحو حريتهم، وقد ابتعدوا بالفعل أكثر من 50 خطوة، مسافة بعيدة جدا على هؤلاء الرماة لإصابة أي شيء. شتم تشونغ غوانغ بغضب عديم الفائدة، وكان على وشك مطاردتهم على قدميه، لكنني كنت قد تحركت بالفعل. استدرت وخطفت قوسا من أحد الرماة، وسحبت 3 سهام من الجعبة في قبضة واحدة، ووضعتها جميعا في نفس اللحظة، ثم أطلقت. وقبل أن تستقر تلك السهام في أهدافها كان لدي بالفعل 3 سهام أخرى على الوتر. زأر وتر القوس مرة أخرى. 6 سهام مثل نجوم الموت تنطلق عبر السماء المضاءة بالنيران، وكل سهم أصاب هدفه بدقة. 6 رميات، 6 قتلى، جميعها اخترقت أجسادهم ببراعة من الظهر إلى الصدر. سقط اللصوص المتبقون على موجتين ولم يتحركوا أبدا بعد ذلك. 60 خطوة، 3 سهام دفعة واحدة. كان تشونغ غوانغ يلهث ويتمتم إله السهام، وقد شرح لي لاحقا ماذا تعني هذه المصطلحات بالضبط. إطلاق سهم تلو الآخر يسمى الرماية المتسلسلة، وإطلاق سهمين معا في نفس الوقت يسمى رماية الشمس والقمر. هذا هو مستوى النخبة. إطلاق 3 سهام دفعة واحدة يسمى النجوم ال3 المشتعلة، وهي أعلى رتبة رآها أي شخص في أي جيش على الإطلاق، ولقد فعلت ذلك للتو مرتين متتاليتين من مسافة 60 خطوة. وقف كل رجل من معقل شيانغ هناك متجمدا، وأفواههم مفتوحة من شدة الصدمة والذهول. كنت أرى نظراتهم تقول: لو كان لدى هذا الرجل سهام وطاقة لا حدود لها لاستطاع حماية ممر جبلي بمفرده ضد جيش كامل. رميت القوس عائدا إلى صاحبه، التقطه الرامي وأمسك به بكلتا يديه كما لو كان يحمل أثرا مقدسا وعظيما. قوس لمسه إله السهام. قلت للرماة 4: عيونكم بطيئة جدا، وأيديكم غير ثابتة بالمرة، وأذرعكم ضعيفة، وتصويبكم خاطئ تماما وبعيد عن الهدف. قلت للرماة 4: استمروا في التدريب. لو صدر هذا الكلام من أي شخص آخر لكان يعتبر إهانة حقيقية، لكنهم اعتبروها مباركة حقيقية. كان كل واحد منهم يحدق بي باحترام شديد، وكأنهم يتمنون لو أستمر في توجيههم وقول المزيد. سارت بيانغ نحوي وهي تصفق، وعيناها مثبتتان علي مثل قطة تراقب طائرا.
أخبرني رجالي لاحقا أنهم كانوا مقتنعين تماما بأنها كانت على وشك اتهامي حية. اتكأت على كتفي وكأنني جدار صلب، واستدارت نحو رجالها وقالت: عزيزي تتشينشين، إله السهام بشحمه ولحمه، هل أنتم مقتنعون به الآن؟ نعم نعم نعم، زأروا جميعا بصوت واحد قوي لدرجة أنه هز المعقل بأكمله. وقبل أن أتمكن من الابتعاد أعلنت قرارها: من هذه اللحظة أنا أتنحى. تشين تشان هو الزعيم الجديد لمعقل شيانغ. ثم سألتهم بصوت واثق: هل تقبلون بذلك؟ وفي لحظة ركع كل واحد منهم على ركبتيه فورا قائلين: نرحب بالأخ تشون. فتذمرت هي قائلة: يا لكم من مجموعة قاسية القلب، لقد كنت متواضعة فقط وأنتم تخليتم عني حقا. استدرت ونظرت إليها بتعجب، فابتسمت لي بصدق ونعومة. قالت: إنهم رجالك الآن وأنا كذلك. زمت شفتيها ووقفت على أطراف أصابعها لتقبلني، لكنني خطوت ببراعة إلى جانب واحد لتجنبها، فضربت بقدمها على الأرض بغضب. صرخت: أنت الأسوأ بينهم جميعا. تنهدت وقلت: بما أن الأمر حسم لن أثير ضجة، من الآن فصاعدا كلنا إخوة وعائلة واحدة. أحضروا النبيذ. أحضروا أحدهم أباريق كبيرة من المعقل، وحصل الجميع على وعاء. وقفت أمامهم وناديت بصوت عال: ارفعوا كؤوسكم عاليا. أمطار الربيع تغذي نفس الجذور، نحن نستند على نفس السور ونتنفس كشخص واحد بقلب واحد. أنا لا أطلب أن نسحق كل شيء أمامنا، بل أن تحمل أكتافنا الحديدية عبء العدالة والأبرياء. اشربوا هذا، ومن الآن فصاعدا نحن نتشارك نفس المصير في الحياة وفي الموت. صرخ تشونغ وانغ للعدالة، وشرب كل رجل حتى الثمالة، ثم حطموا أوعيتهم على الأرض. لحظة تقشعر لها الأبدان. استمعوا جيدا يا رفاق. سحب تشونغ وانغ سيفه وجرح كفه الأيسر، والدماء تتدفق. أقسم قائلا: إذا خنت هذا العهد فلتسفك دمائي. فعل كل شاب الشيء نفسه، أعظم قسم بين الخارجين عن القانون. جرحت كفي أنا أيضا، ولامست بدم أيديهم. شعرت بثقل ثقتهم. اختلطت دماؤنا معا. أصبحنا إخوة من هذه الليلة فصاعدا. تشينشو، داشي وشياوي راقبوا كل هذا بذهول تام، ثم قطعوا كفوفهم وانضموا إلينا فورا. قلوبهم الآن تنبض بالولاء المطلق. قلت لهم: خذوا 3000 قطعة فضية ووزعوها على الإخوة، والباقي سيبقى لبناء مستقبل معقلنا. يجب أن أحمي مستقبلهم. 3000 قطعة هكذا ببساطة. رفعت بيانغ حاجبها وقالت: لقد كدت تموت لأجل هذا المال. أردت أن يعرف الإخوة: اتبعوني فقط. سيكون لدينا شراب ولحم نأكله ومالا نصرفه وحياة كريمة تنتظرنا جميعا. سألتني بغضب: وماذا عني أنا؟ لقد سلمتك معقلي بأكمله، ألا أستحق حياة كريمة أنا أيضا؟ سألتها بهدوء: بماذا تفكرين بالضبط؟ أجابتني: تزوجني، سأطبخ لك وأقف كدرع خلفك، سأكون امرأتك. ما رأيك؟ كانت تتوقع مني التهرب كالمعتاد. هذا بالضبط ما كان يثير حماسها، متعة المطاردة. لذلك لم أتهرب. قلت بهدوء: ممتاز، ليلة مظلمة بلا قمر، مثالية لحفل زفاف. لماذا ننتظر؟ دعينا نفعل ذلك الآن. أمسكت بخصرها ورفعتها على كتفي، وبدأت أمشي بثقة نحو المبنى الخشبي الوحيد الذي لا يزال صامدا أعلى التل. مهلا، هل أنت جاد؟ أفلت مني. ووجهها يحترق خجلا، مرتبكة حقا للمرة الأولى. كانت تلعب لعبة الاستفزاز معي. لم تتوقع أبدا أن أقلب الطاولة عليها بهذه الطريقة. قلت: بالطبع أنا جاد. وتقدمت نحوها مجددا ومددت يدي: إلا إذا كنت تتظاهرين طوال هذا الوقت. تلعثمت قائلة: أنا لست مستعدة. عندما أكون مستعدة سأخبرك فورا. استدارت وركضت هاربة، وانفجر الحشد بأكمله في ضحك هستيري. إذن باي بي يوسانغ التي لا تخاف يمكن إرعابها أخيرا. راقبتها تهرب وابتسمت. أحبت فكرة التنين، لكنها ذعرت عندما ظهرت حقيقتي. إذا كانت تريد حقا الاستمرار في لعب هذه اللعبة معي، فلا يزال أمامها الكثير لتنضج وتتعلمه. قمنا بتمشيط المعقل مرة أخيرة لضمان عدم هروب أي قطاع طرق، ثم سحبنا الجميع للخارج وحرقناهم. حماية شعبي هي أولويتي. وقفت شونغ ولو هاندونغ خارج القاعة الكبرى المدمرة، يحدقان في حجم الدمار الهائل بصدمة. تمت تسوية المبنى بأكمله بالأرض، وكان لابد من إخراج الجثث بالداخل على شكل أشلاء. استمروا في الدوران حول الحطام بذهول. سألت شونغ وانغ بذهول: أخي داشي، هل استخدمت البارود الأسود؟ لقد رأى متفجرات عسكرية من قبل، لكن ليس كهذا أبدا. قال داشي بابتسامة: استخدمنا الدقيق. الدقيق؟ اتسعت عيونهم من شدة الصدمة. قال داشي: أنا لا أعرف كيف يعمل الانفجار أيضا، لقد نفذت فقط ما أمرني به الأخ تشين. جهزنا فخا دقيقا، ثم انفجر كل شيء بقوة.
كان داشي ذكيا حقا، أخبرهم ب90% من الحقيقة وأخفى السر الأساسي، ليس سيئا. لاحظ تشينشو وشياوي ذلك وأخفي ابتساماتهما ببراعة. لم يتمكن تشونغ وانغ ولو هاندونغ من حل اللغز. بدأوا في التخمين أنني ربما أتقن سحر رعد الداو الأسطوري. انتشرت تلك الشائعة في المخيم بأكمله، وبنهاية الليلة اعتقد الإخوة أنني أستطيع تحويل الحجارة لذهبا واستدعاء جيوش ضخمة. أسطورتي تكبر بينهم. داشي والفتيان اعتقدوا أن هذا الأمر مضحك للغاية. في تلك الليلة انهار الجميع. يوم كامل من المسير والقتال العنيف تركهم منهكين تماما. لكن تخيلوا معي، عندما استيقظ تشونغ وانغ وجدني أقف وحدي في برج المراقبة أحرسهم في الظلام. هذه هي مسؤوليتي كقائدهم. لم أطلب من أي شخص القيام بذلك. لقد توليت النوبة بنفسي بهدوء تام. وقف هناك يراقبني في صمت لفترة طويلة. سمعته يهمس بكلمات صادقة عن الجنرال العظيم الذي يسهر ليحرس جنوده وسط رياح الليل الباردة. أعتقد أن تلك اللحظة عنت له أكثر من كل القتال. في صباح اليوم التالي كان الشباب لا يزالون غارقين في النوم. سمعوا صرخات، أمسكوا بأسلحتهم واندفعوا للخارج فورا، ظنا منهم أننا نتعرض لهجوم مباغت. بدلا من ذلك وجدوني أتدرب مع تشينشو وشياوي وداشي في الساحة بلا قمصان ونتصبب عرقا. كنا نتدرب بقسوة لفترة طويلة بالفعل. نظروا إلى بعضهم البعض بخجل شديد. لقد قاتلنا نصف الليلة ومع ذلك استيقظنا قبل الفجر للتدريب. هم بالكاد فعلوا شيئا وكادوا ينامون حتى الظهر. صرخت، لماذا تقفون هكذا؟ ارتدوا ملابسكم وتدربوا. صرخت شونغ وانغ بهم ثم ركض للانضمام إلينا. قال، الأخ تشين، أنا آسف، لقد كنا غير منضبطين لفترة طويلة جدا. خذ رجالك. 20 لفة حول المعقل. انطلقوا. قلتها بدون أي غضب بنبرة هادئة ومستوية، لكنني رأيت قشعريرة الخوف تسري في جسده. عندما أتحدث ببرود وبدون مشاعر يجد الناس صعوبة في مواجهتي أكثر مما لو صرخت. مسحت عرقي بقطعة قماش ووقفت بثبات في منتصف الساحة أراقبهم يركضون. ثم فجأة تسلل عطر مألوف إلى جانبي بينما كنت أشرف على تدريبهم. جاء صوت شين بوشيان ناعما كالحرير في أذني. لم أستدر على الإطلاق. قلت، قولي ما جئت لقوله. ماذا تحتاجين مني؟ تجمدت مكانها. وقالت، ماذا؟ أضفت، أنا لا أحب الألعاب، ادخلي في صلب الموضوع. قالت، توقف عن التباهي بذكائك، إنه أمر مدمر لكبرياء الآخرين. كما ترون كانت محبطة للغاية. دعونا نرى ما حدث. لقد قرأت أفكارها قبل أن تتحدث حتى. اعتبرت ذلك مديحا. ثم صرخت في وجه رجالي، تشونغ ووانغ، إن كنتم تريدون النجاة أسرعوا. جاروا مجموعة تشينشو تحركوا. ثم التفت إليها بقلب مثقل. لقد تعمدت خلق فرص لي لأكسب قلوب هؤلاء الرجال. لقد سلمتني معقلك ومستقبلهم على طبق من فضة. إن حاولت إقناعي بأن كل هذا بلا مقابل فلن أصدقك. تمتمت قائلة، إنني وقح. ثم رمقتني بيانغ بنظرة حادة. ركلت حصاة صغيرة على الأرض ثم قالت أخيرا، حسنا، لقد منحتك المعقل والقيادة، لكن لدي شرط واحد. يجب أن تساعد لينغر في العثور على والدها، حيا أم ميتا. تفاجأت حقا. ظننتها ستطلب شيئا لمصلحتها الشخصية. هل أنت خائف؟ سألتني بتحد. هذا الأسلوب لا ينفع معي أبدا. أنا أحسب المخاطر التي ستمس رجالي. أنت تتعاملين مع أرواحنا كصفقة تجارية. قالت، إن كل علاقة بين البشر هي مجرد صفقة. أحيانا تتبادل المشاعر وأحيانا تتبادل المصالح. أنت مثل آلة تفكير مصنوعة من الحديد. حتى منطقك يبدو باردا جدا. تجاهلت كلماتها وسألت، ما هي طبيعة علاقتك بالضبط مع لين لينغر؟ لماذا قد تضحين بهذا القدر الكبير من أجلها؟ هنا أخبرتني بكل شيء. والد لين لينغر المدعو لين يوينغ كان تاجر ملح مشهورا من خلف الحدود. نشأت بيانغ ولينغر معا كأختين لا تفترقان أبدا. بعد وفاة والدها عاملها لين يوينغ تماما وكأنها ابنته الحقيقية، وبدون دعم عائلة لين لكانت قد ماتت من الجوع في الشوارع الباردة. وعندما احتاجت إلى بناء قوتها والسعي للانتقام كانت لينغر هي من مولتها سرا. لذلك قالت، نعم، أنا أمنحك هذا المعقل بالكامل. أنت تجد والدها وهكذا أسدد ديني لها. قلت لها، أنت أكثر ولاء من معظم الرجال الذين عرفتهم. ما الذي حدث لوالدها؟ أوضحت لي، قبل 3 أشهر ذهب لين يوينغ إلى حقول ملح جيانجو بجوار البحر الشرقي لشراء الملح، لكنه لم يعد أبدا. سافرت لينغر وبيانغ إلى هناك عدة مرات للبحث عنه بيأس. كل ما عرفته هو أنه عندما رأت قبيلة مو هجوم قبائل مانغ الشمالية وهو الغربية على سلالتنا، استغلوا الفرصة لنشر الفوضى والدمار أيضا، واندلع قتال عنيف جدا حول حقول الملح.
استعاد الجيش المنطقة في النهاية، لكن جميع أعمال الملح تعرضوا للأسر، واختفى لين يوينغ الذي كان متواجدا هناك. لا توجد جثة ولا أي أثر له. اعتقدت باينغ أن الشعب مو أسروه لأنه يعرف كيفية صنع الملح ويمكنه قيادة العمال، وهذا يجعله ذا قيمة كبيرة لهم. كانت هناك فرصة كبيرة بأنه لا يزال على قيد الحياة. قلت لها بحزم سأفعل ذلك. بعد 3 أشهر من الآن، عندما يحل الشتاء، سآخذ رجالي إلى أراضي مو وسأعيده بأمان. أشرق وجهها بالأمل. حقا بهذه البساطة أنا أقبل هذه الصفقة. ألا يمكن أن يكون ذلك أسرع؟ أخشى أن يتغير شيء ما قريبا. هل تعرفين لماذا أحتاج إلى 3 أشهر كاملة؟ أشرت نحو تشونغ غوانغ والآخرين الذين كانوا يترنحون من التعب ويلهثون بشدة كأدوات نفخ مكسورة. هؤلاء أبنائي الآن. كان الطابور ممتدا حتى كاد الأوائل يلحقون بالمتأخرين لأنهم الآن ضعفاء جدا، وأنا أحتاج 3 أشهر لأحول هذه الفوضى إلى جنود حقيقيين يستطيعون النجاة. بدونهم لن أتمكن من حماية الجميع وحدي. نظرت إليهم وفهمت الأمر، ثم ضمت يديها كالبوق وصرخت بصوت عال عبر الساحة الواسعة: يا إخوتي، تشينشين يقول إنكم جميعا عديم الفائدة. فركت جسر أنفي بإرهاق. 3 دقائق فقط. لم تستطع البقاء جادة ل3 دقائق. اركضوا أسرع، صرخت شونغ غوانغ بوجه محمر غضبا. إنه محق، نحن لا نزال ضعفاء. تحركوا. تبا زأر الرجال واندفعوا بقوة أكبر، مثيرين سحبا كثيفة من الغبار الأسود من الأرض التي نعيش عليها. وحينها لفت شيء من انتباهي تماما. الغبار كان داكنا جدا. الأرض نفسها كانت سوداء، وليس فقط بسبب حرائق الليلة الماضية التي هددتنا. حتى عند زوايا الجدران التي تحمينا كانت التربة ملطخة بالسواد. جلست القرفصاء وبدأت أحفر بأصابعي بقوة. حفرت بعمق عقلتين قبل أن أصل للتربة الصفراء الطبيعية. كل شيء بالأعلى كان أسود. فركت التربة الداكنة بين أصابعي، ثم أدركت الحقيقة. اتسعت عيناي بذهول. وقفت ورميت التراب في الهواء، أراقب بشدة في أي اتجاه سيتناثر ويحمله الرياح. كانت الرياح تهب صعودا من الهاوية الواقعة خلف المعقل. أخذت نفسا عميقا جدا وصرخت موجها أمري لداشي والآخرين أحضروا لي حبلا حالا. كان علي النزول لتلك الهاوية. هنالك شيء غامض بالأسفل، ويجب أن أكتشف ما هو لأحمي شعبي. ما الذي تفعله بحق السماء؟ سألتني بيانغ وهي تراقبني في حيرة شديدة. ركزوا معي هنا، هذا ما غير كل شيء. قلت هناك شيء غريب هنا. مشيت خلف المعقل الذي أقسمت على حمايته ووقفت على الحافة أنظر للأسفل. أخبرتني أن المعقل يسمى الرياح السوداء لأن رياحا سوداء تهب دائما من الأسفل، حاملة معها غبارا داكنا يلطخ كل ديارنا بأكملها. لهذا السبب كانت الأرض داكنة في كل مكان. لماذا الرياح سوداء؟ سألتها بجدية، لكنها لم تكن تعرف الإجابة. أحضر الرجال 3 لفات ضخمة من الحبال، طولها أكثر من 300 متر مربوطة معا، وتكفي للوصول إلى القاع المجهول. تفقدوا كل عقدة بعناية خوفا علي، ثم رموا الحبل. ارتطم بواجهة الجرف مصدرا صوتا عميقا يتردد صداه في الأرجاء. قلت لهم سأنزل وحدي أولا لأتحقق من الأمر. إن كان الحبل متينا والمكان آمنا سأهزه لأعطيكم إشارة للنزول. قفزت فوق الحافة ونزلت بمهارة كالقرد، بسرعة وسلاسة مذهلة. الجرف كان شديد الانحدار ومستقيما، لكن مع الحبل وقوتي لم يكن ذلك عائقا بالنسبة لي أبدا. في القاع حبست أنفاسي وبحثت عن أي غازات سامة. لا شيء. الهواء كان نقيا ويتدفق بشكل طبيعي جدا. رأيت بعض الهياكل العظمية المتناثرة لأشخاص سقطوا من الأعلى، ثم نظرت حولي وصدقوني ما رأيته جعل قلبي يكاد يتوقف تماما. الوادي كان هائلا ومفتوحا بالكامل، عرضه ربما 500 جونغ، وتحيط به جبال شاهقة كأنها حصن لنا. ممر ضيق واحد يقود للمجهول. لا أشجار عالية هنا، فقط بقع متناثرة من عشب بري يصارع للبقاء. والأرض التي جردتها الرياح والأمطار من تربتها كانت سوداء ومكشوفة. صخور صلبة داكنة تظهر في كل مكان، تبشر بأمل جديد. فحم. إنه الفحم حقا. خمنت ذلك فور رؤيتي للغبار الداكن يتطاير في الحصن. هذا المسحوق الأسود الذي تهب به الرياح من الأسفل يعني شيئا واحدا منقذا. منجم فحم قريب، وليس أي منجم عادي نعتمد عليه. هذا منجم سطحي مفتوح للسماء. ركضت وأمسكت بقطعة منه. كانت يداي ترتجفان بشدة، ليس من الخوف بل من الحماس المطلق لمستقبل شعبنا. في حياتي السابقة أمضيت سنوات طويلة أعمل في صناعة التعدين. يمكنني تقييم جودة الفحم بمجرد نظرة واحدة فقط. هذا هو فحم الأنثراسايت
أجود أنواع الفحم الخالي من الدخان وأفضل وقود لصهر الحديد والصلب. إنه الأساس القوي لبناء صناعتنا وحماية مستقبلنا، وهو هنا مباشرة على السطح. لا حاجة لحفر آبار أو أنفاق مظلمة، فقط نجمعه ونستخدمه لبناء قوة تحمي أرواحنا. مساحة الوادي بعيني. حقل الفحم يمتد ل10 أو 15 كيلومترا مربعا على الأقل، وربما أكثر بكثير. هذا يعني احتياطيات بعشرات الملايين من الأطنان كحد أدنى. بالنسبة لمرحلة تطورنا الحالية، هذا أكثر من كاف لتأمين شعبنا. بهذا القدر من الفحم سأتمكن من صناعة أسلحة لتجهيز جيش قوامه 200,000 مقاتل. شددت قبضتي بقوة، عيناي تشتعلان بطموح عظيم. الفحم يعني طاقة للنجاة. لو وجدت منجما حديد تاليا ووفرت حبوبا كافية بهذه الأشياء الثلاثة فقط، سأبني قاعدة قوة حقيقية تضمن سلامة الجميع. ثم أدركت شيئا. خرائط سجلات المقاطعة المحلية التي كنت أدرسها بدأت تتداخل مع ذكريات راسخة من حياتي السابقة. خرائط المنطقة الشمالية الشرقية التي عرفتها من العالم الحديث. صورة تلو الأخرى اصطفت، اندمجت وتطابقت تماما أمام عيني. أخرجت تنهيدة طويلة وابتسمت بارتياح. إذن هذا هو منجم فحم فوجو الأسطوري الذي سينقذنا. في حياتي السابقة لم يكن منجما شهيرا جدا. بنى مدينة صغيرة متواضعة حوله. تراجعت بمرور الزمن عندما نفذ الفحم تماما، ولكن قبل أن يحدث ذلك التراجع المؤسف، هذا المنجم الصغير أنتج 60 مليون طن من الفحم عالي الجودة لتشغيل المصانع الهائلة وإنارة المنازل عبر محطات الطاقة، دافعا 20 عاما من النمو السريع ماضيا وحاضرا. المنجم باق في نفس مكانه. وإذا كان هذا المورد الثمين موجودا تماما كما كان، فماذا عن الموارد الأخرى؟ الشمال الشرقي الشاسع يجلس على كنز هائل غير مستغل. حديد، نحاس، نفط، كل شيء. نظرت إلى السماء عاليا وقلبي يخفق بقوة وأمل. إذا كانت جغرافية هذا العالم تطابق ذكرياتي حقا، فقد عثرت للتو على شيء يفوق الخيال لإنقاذ كل هؤلاء البشر. لم أكن محظوظا فقط، بل أصبحت غنيا بمستقبلهم. هززت الحبل 3 مرات كإشارة. سرعان ما نزلت الشين، شو، داشي وشياوي واحدا تلو الآخر بحذر لتجنب قطع الحبل. حتى بيانغ نزلت وسألته: ما هذا الشيء الأسود؟ التقط داشي قطعة وقلبها بين يديه. تشين، تشو وشياوي لم يكونا يعرفان أيضا، لكن بيانغ أدركت ماهيته على الفور وبسرعة. إنه الفحم الحجري. لقد رأيت العائلات الثرية في الماضي تستخدمه لإشعال نيران الطبخ، لكنه مليء بالدخان ومكلف جدا وصعب الاستخراج، لذا لا يهتم به الكثيرون أبدا. فسألتها بنظرة جادة: هل رأيت أحدا يستخدمه لصهر الحديد من قبل؟ مررت ببعض مصانع الحديد مع لينجر، كلهم يستخدمون الفحم الخشبي. لحظة، هل تقول أن هذا الشيء يمكنه صهر الحديد؟ فأجبتها: نعم يمكنه. قلت: لنعد للأعلى. وبمجرد صعودنا أخبرتها بوضوح: انقلي حصن شيانغ إلى هنا. صرخت: مستحيل، هذا المكان قذر جدا. الرياح السوداء ستجعل الجميع داكنين. لم أجادلها. حسنا، سأجلب أناسا آخرين لإنشاء مصهر حديد وصناعة الأسلحة هنا من أجل حمايتنا. الجبال واسعة وشاهقة، وهي مثالية لتدريب الجنود وتجهيزهم للدفاع أيضا. سحبت سيفي بيدي ولففته في الهواء بحركة قوية. صنعت هذا النصل بنفسي. قريبا سيحصل الجميع على واحد لحمايتهم. فقالت: انتظر. غيرت رأيي. أريد الانضمام هكذا ببساطة. بمجرد أن سمعت عن الأسلحة والتدريب القتالي أضاءت عيناها بحماس. زعيمة قطاع الطرق تعيش وتموت بالقوة والسيطرة، وقد رأت بنفسها ما يمكن لنصالي فعله. تقطع سيوف الأعداء كالورق. نظرت إليها بجدية. الانتقال غدا. فأجابت: اتفقنا. رميت لها سيفي مع غمده. إنه لك. سألتني مبتسمة: هل هذه هدية خطوبة؟ أمسكته بسعادة فقلت: سميها كما تشائين. فركت جبيني بإرهاق. ثم اقترب شين شو ووجهه مضطرب. كان ينظر للنساء، أكثر من 80 امرأة متجمعات معا يتناولن الإفطار. كنا حيفات بشكل مؤلم بسبب الإساءة الطويلة، ورغم صغر سنهن لم تظهر وجوههن سوى الخوف العميق من الماضي. أكلن لقمات صغيرة ونظرن بتوتر بعد كل قضم، مرعوبات من التعرض للضرب إذا أكلن أكثر من اللازم. عيدان طعامهن كانت مجرد أغصان مكسورة من الأشجار المجاورة. سألني الأخ تشين: ماذا سنفعل مع هؤلاء الأرواح المسكينة؟ سألت شين شو. قلت: أعطي كل واحدة تيل فضة للسفر. أرسلهن لديارهن. تناهد تشين شو وقال: أكثرهن لاجئات.
عائلاتهن ماتت بالكامل، ليس لديهن مكان يذهبن إليه، والبقية قتلت عائلاتهن بوحشية على أيدي قطاع الطرق بلا رحمة. حتى لو غادرنا سينتهي بهن المطاف مشردات مجددا أو مباعات في بيوت الدعارة. سألني: هل تريد إبقاءهن هنا بحمايتك؟ أعلم أنه من الصعب إطعام أشخاص إضافيين في أوقات قاسية كهذه. قالها بحذر دون أن ينظر لعيني: لكنك رجل صالح يا أخي تشون، لن تقف لتشاهدهن يمتا فقط. هذا الحصن يحتاج لعمال بكل الأحوال، إنهن شابات وقادرات على العمل. دعهن يبقين هنا ويفعلن ما بوسعهن لمساعدتنا. وقبل أن أتمكن من الإجابة كانت النساء قد سمعن حديثنا. وضعوا أوعيتهم المكسورة واحدا تلو الآخر، نهضوا بخطوات متثاقلة واقتربوا ليركعوا أمامي في مشهد يمزق القلب. ثم ضغطت أكبرهم سنا جبهتها المتعبة بقوة على التراب البارد. عندما رفعت رأسها كانت الدموع تنهمر بغزارة على وجهها. قالت بضعف: أيها الزعيم العظيم، لم يعد لنا مأوى تحت السماء. نحن نعلم أنك رجل صالح، أرجوك دعنا نبقى. يمكننا فعل أي شيء، نأكل القليل جدا ولن نسبب لك أي متاعب، نرجوك. ثم ضربت رأسها في الأرض مرة أخرى بأسى، وتبعها الآخرون فورا، رؤوسهم تضرب الأرض، يبكون ويتوسلون إلينا بحثا عن الخلاص. صوت ارتطام جباههم بالأرض وبكائهم اليائس ملأ الساحة بأكملها. لقد كان صدى ألمهم ثقيلا جدا لدرجة أن كل رجل حولي بدا يعتصر ألما. شعرت بنظرات بايو سانغ تراقبني عن كثب وبتوتر، تنتظر لترى أي نوع من الرجال أنا حقا. تقدمت بخطوات هادئة وساعدت المرأة العجوز بلطف شديد لتقف على قدميها. أطلقت تنهيدة طويلة ومثقلة بالهموم: لقد عانيتم جميعا بما فيه الكفاية، لقد قست عليكم الرياح والأمطار وكسرتكم الحياة لفترة طويلة جدا. ابقوا معنا. صمت مطبق، ثم انفجر المكان بالهتاف. بكت النساء بحرقة، ليس من اليأس هذه المرة بل من الامتنان الخالص. ما زالوا ينحنون ويبكون. رفع الرجال أسلحتهم وهتفوا بحماس كبير، وصرخ أحدهم بأعلى صوته: عاش الأخ تشين. رأيت باي يو سانغ تطلق تنهيدة ارتياح طويلة. لقد كانت تضع يدها على صدرها بقوة طوال ذلك الوقت. نظرتها لي بعد ذلك اختلفت تماما عن كل مزاحها السابق. هذه المرة كان الاحترام حقيقيا. التفت إليهم وقلت: كل من يبقى هنا هو عائلة. أخبرتهم بحزم: إخوة وأخوات، جميعنا متساوون، لا توجد رتب بين الرجال والنساء، لا يوجد رفيع أو وضيع، لا نبيل أو عامي هنا. عندما يحين وقت العمل نعمل، وعندما يحين التدريب نتدرب. سوف نعتني ببعضنا البعض ونبني هذا المكان ليصبح منزلا حقيقيا وملاذا آمنا لنا. وقعت هذه الكلمات عليهم كالصاعقة، خاصة النساء. لم يخبرهن أحد من قبل على الإطلاق بأنهن متساويات مع أي شخص آخر. حدقت العجوز بي بصدمة وقالت: هل تعني ذلك حقا؟ أردفت: بالطبع. ما اسمك؟ أجابت: جوان هونغ. قلت: أنت أكبر مني، لذا سأناديك بالأخت هونغ. ذعرت وقالت: لا يا زعيم، لا يمكنني قبول ذلك. ابتسمت وقلت: لقد قلت للتو إن الجميع متساوون، لذا نعم يمكنني. ثم وضعت يدي على كتفيها بلطف. من الآن فصاعدا سيناديك الأصغر سنا بالأخت هونغ، ومن هم في مثل سنك سينادونك هونغ. هل هذا مفهوم؟ رفع الرجال حولنا أسلحتهم وهتفوا باسمها بحرارة. مسحت دموعها بقوة شديدة وأومأت برأسها وهي تشعر بانتمائها الجديد. وقفت جميع النساء معا ينحنين ويشكرن الجميع من خلال شهقات بكائهن. حينها اقترب تشين شو وركع أمامي باحترام. قال لي: لقد تصرفت دون أن أسألك أولا، أنا آسف، أرجوك عاقبني. سحبته ليقف على قدميه وقلت: الأفعال النبيلة لا تحتاج إلى إذن مسبق، لم تفعل أي شيء خاطئ. ثم ابتسمت له وأضفت: أخمن أن لديك بالفعل خطة ذكية لتوطين هؤلاء النساء هنا. فابتسم باتساع. قال: أنت حقا تلاحظ كل شيء يا أخي تشين. كانت فكرته صلبة وعبقرية. لدينا تصميمي المحسن لعجلة الغزل، علينا فقط بناء المزيد منها. نضيف أنوال النسيج وننشئ ورشة عمل. يمكن للنساء إنتاج القماش لاستخدامنا الخاص وبيع الفائض كدخل لتوفير أجور الجميع. إنه نظام مثالي. أخبرته أننا سنقوم ببناء أنوال النسيج بأنفسنا بدلا من إهدار أموالنا في شرائها من الخارج. لقد كانت غنائمنا من هذه العملية هائلة جدا، فقد قمنا بإبادة كل قطاع الطرق في معقل الرياح السوداء بلا رحمة. استولينا على أكثر من 300 سلاح و50 قوسة و1000 سهم وأكثر من 10,000 تيل من الفضة. وبعد توزيع 3,000 على الإخوة تبقى لدينا 7,000.
و30,000 جين من الحبوب، و35 حصانا نصفها من الأفراس. ولكن الأهم من ذلك كله أنني كسبت ولاء معقل شيانغ بأكمله. أكثر من 100 مقاتل متمرس اختارتهم بأيو سانغ شخصيا لشجاعتهم وأخلاقهم العالية. حوالي 30 منهم كانوا يقفون معنا هنا الآن. 60 أو 70 الآخرون ما زالوا في الموقع القديم، لكن باي يو سانغ ستتولى عملية نقلهم إلى هنا في غضون أيام قليلة. أضف إليهم 80 امرأة، وسنقترب من 200 شخص، جميعهم شباب قادرون. هذا التجمع كان هو حجر الأساس لملاذي الآمن الذي سأبنيه، وبشعوري بثقل مستقبلهم على عاتقي أمضيت نصف يوم آخر في صياغة خطة تدريب صارمة ليتبعها كل من تشين غوانغ ولو هيندونغ. طلبت منهم أيضا استكشاف وادي منجم الفحم ومعرفة إلى أين يؤدي المضيق، وما إذا كان هناك مدخل أرضي خفي للمعقل لضمان سلامتنا. كنت قد أدركت الآن أن بايو سانغ كانت زعيمة روحية أكثر من كونها مديرة. كانت تفضل الهرب وتجنب مسؤوليات الإدارة تماما. كانت تفضل مرافقة قوافل ملح لين لينجر على البقاء وإدارة الشؤون. لذا وقع عبء العمل الحقيقي بأكمله على تشين غوانغ ولو هيندونغ. كانا رجلين صالحين شجاعين وصادقين جدا، لكنهما افتقرا إلى الرؤية الأوسع التي أحتاجها لبناء هذا المكان وتحويله إلى ملاذ عظيم للجميع. أعلنت قراري بحزم، سأترك تشين شو هنا، سيتولى هو خطط التطوير والتدريب، وعلى تشين غوانغ وهيندونغ أن يقدم له الدعم الكامل. وأضفت: يوسانغ، بما أنك تحبين السفر على أي حال، ستتولين أنت أمن القوافل والحفاظ على سلامة طرق التجارة الخاصة بنا. صمت مطبق، ثم صدمة واضحة. حدق الجميع في تشين شو، هذا المراهق النحيل الذي يبدو كطالب علم ضعيف. كان الاستياء واضحا جدا، هو من سيقودهم بدلا من تشين غوانغ ولو هيندونغ. حتى تشين شو أشار إلى نفسه بذهول. أنا؟ هل يمكنني فعل هذا حقا؟ بدأ لو هيندونغ في الاعتراض، لكن تشين غوانغ أمسك بذراعه وقاطعه بحزم. الأخ تشين، أنت قائدنا الآن، أيا كان من تعيينه فنحن نطيع أوامرك، لك تعاوننا الكامل. نظرت إلى تشين غوانغ باحترام عميق، إنه حقا جندي حقيقي ومخلص. الطاعة أولا والأسئلة لاحقا، هذه الصفة ستأخذه بعيدا جدا. ولكن فجأة تقدم رجل ضخم وخشن الطباع إلى الأمام بخطوات غاضبة. كان وي يو، المقاتل المصنف، رابعا في المعقل، رجل متهور بمهارات قتالية استثنائية ورماية لا يعلى عليها. صرخ: الأخ تشين، أنت إله حرب بالنسبة لنا، نحن نموت من أجلك دون أن يرف لنا جفن، لكن أن يخبرنا هذا الصبي شاحب الوجه بما يجب فعله مستحيل. لن أقبل بذلك أبدا يا أخي تشين. تراجع تشين شو وهمس لي بصوت مرتجف: ربما يجب أن ننسى الأمر، هذا سيسبب المشاكل فقط. قلت له: أنت لها تقدم الآن. نعم يا أخي تشون، تقدم على الفور، واضعا قبضته على صدره. طاعتي أصبحت غريزة في دمه. سألته: هل تستطيع جعلهم يحترمونك كقائد؟ صرخ بكل فخر: نعم. فالتفت نحو ويو: شجاعتك تعجبني، لذا سأسمح لك بتحدي تشين شو، لكن أخبرني، هل تتحدث باسم كل فرد في هذا المعقل؟ نظر إلى بايونغ التي كانت تجلس على صخرة تكسر بذور عباد الشمس وكأنها تشاهد مسرحية ممتعة. بالتأكيد إنه يمثل الجميع. بقي تشونغ غوانغ صامتا، وأشار لو هاندونغ إلى ويو قائلا: لقد منحك أخي فرصة، لا تحرجنا. قلت لويو: إذا فزت يمكنك بناء هذا المكان بطريقتك الخاصة، وسأكتفي أنا بالتفقد بين الحين والآخر. وإذا خسرت سيبقى تشين شو هو الزعيم هنا، وسيكون تشونغ غوانغ وهانونغ نائبين له. تذكروا، كلمته هي كلمتي تماما، من يعصيه سيواجهني أنا. صرخ الحشد: هذا عادل. اتفقوا على 3 نزالات: الرماية، الأسلحة، والقتال بالأيدي المجردة. بدأت تشين شو أولا باستخدام القوس. أطلق 3 أسهم متتالية دون أي توقف بينها تقريبا. التصميم المتطور جعل إعادة التلقيم سريعة كالبرق. أصابت الأسهم ال3 الهدف الضيق على بعد 40 خطوة متراصة فوق بعضها. أسابيع من التدريب المستمر جعلته دقيقا وقاتلا. حتى تشونغ غوانغ ولو هاندونغ لم يتمالك نفسيهما من الهتاف. بتلك المسافة وذلك الهدف النحيف، لا يمكن لأمهر الرماة حتى الحلم بذلك. قدم تشين شو قوسه لويو من باب العدل، لكنه رفض واستخدم قوسه الخاص. استغرق وقتا طويلا في التصويب، أخطأ سهما تماما، والآخران بالكاد أصابا حافة الهدف. لقد خسرت هذه الجولة. الأسلحة هي التالية. زمجر ويو غاضبا ووجهه محمر من شدة الإحراج. التقط تشين شو عصا خشبية، لف طرفها بقماش وغطاه بمسحوق أبيض. قال: سأستخدم هذه كرمح الآن، اختر ما تريد. التقط ويو سيف تدريب خشبي ولوح به. ابدأ أنت. وما إن نطقها حتى انطلقت تشين شو كالسهم.
خطوة واحدة انفجارية. اندفعت العصا مباشرة نحو منتصف صدره تماما مثل رصاصة قاتلة. شهر كامل من التدريب الشاق ومعركة الليلة الماضية الحقيقية جعلت تقنيته بالرمح مدمرة ولا تصدق. ضربت العصا صدر ويو قبل أن يرفع سيفه. صرخت شونغ غوانغ مذهولا: أي نوع من تقنيات الرمح هذه؟ حتى بايونغ تجمدت وهي تأكل بذور عباد الشمس. أنت غشاش، لقد هاجمت قبل أن أستعد. صرخ ويو متلعثما. أتريد قول ذلك أمام أخي تشين؟ صرخت شونغ غوانغ. فرفع تشينشو يده بهدوء وقال: لا بأس، ابدأ أنت هذه المرة. زأر ويو ولوح بسيفه بقوة نحو الأسفل. طعن تشينشو مرتين كظلين في الهواء. الضربة الأولى أبعدت السيف تماما، والضربة الثانية استقرت في صدر ويو مجددا. أمسك ويو بصدره وهو يلهث باحثا عن الهواء. أعتذر عن ذلك، قالها تشينشو وهو يرمي العصا. الجولة الثالثة، قتال بالأيدي. ثم أشار إليه بإصبع واحد فقط. اندفع ويو كالثور الهائج وأمسك به. التقط تشينشو ذراعيه وتظاهر بسحبه للخلف، وحين تماسك ويو واستقام برد فعل غريزي عكس تشينشو حركته، اندفع للأسفل وضرب للأعلى مستخدما اندفاع ويو نفسه ليطرحه أرضا بقوة هائلة. رمية مصارعة كلاسيكية، لكن قلبي توقف حين رأيت الحجر. صخرة مدببة في مكان سقوط رأسه كانت ستشج جمجمته حتما. لاحظ تشينشو ذلك متأخرا. أغمض عينيه برعب، لكنني كنت أتحرك بالفعل لحماية رجالي. 3 خطوات سريعة. مددت يدي، أمسكت بهما في منتصف السقوط، لوحت بهما في نصف دائرة بالهواء، ووضعتهما جانبا بكل هدوء. سقط تشينشو على ركبة واحدة مرتجفا. أخي تتشون، أنا آسف جدا، كدت أن أتسبب في كارثة مروعة. الحوادث تقع في القتال، ليس خطأك. التفت ويو وراء الصخرة، شحب وجهه تماما حين أدرك أنه كان على حافة الموت. بعد لحظة طويلة من الأنفاس الثقيلة تقدم نحوي وركع بصدق. أخي تشون، أنا أستسلم وأخضع لك بالكامل. نحن عائلة واحدة، لا داعي للرسميات. سحبته للأعلى. صرخت شونغ غوانغ أمام الحشد: أخي سو، أنت حقا لا تصدق. من الآن فصاعدا هو المسؤول هنا. أي شخص يقلل من احترامه سأكسر ساقيه بنفسي دون أي تردد. موافقون. زأر المعقل بأكمله ورفعت الأسلحة عاليا. شعرت بثقل ثقتهم، لكن الأمر حسم. لا شكوك ولا تحديات بعد اليوم. مهما كان قراري لن يشكك فيه أحد مجددا. تركت تشينشو مسؤولا وتوجهت عائدا إلى المنزل مع داشي وشياوو. رمت بايونغ مسؤولية المعقل بسعادة على كتف تشينشو وركضت للبحث عن لاين لانجر في البلدة. تصرف نموذجي ولا يعتمد عليها. كانت المسافة قصيرة للعودة إلى قرية وبحلول بعد الظهر كنا نصعد طريق الجبل المألوف نحو ديارنا. وقبل أن نصل للمنزل ضربتنا رائحة طعام شهية، وليس أي طعام، إنه لحم. هل يقومون بطهي اللحم حقا؟ استنشق داشي الهواء مرتبكا. اللحم باهظ الثمن ونادر. تقديمه للعاملات في القرية بيوم عادي بدا أمرا مبالغا فيه ومبذرا. كنت في حيرة من أمري. تشينغان ليست من النوع الذي يهدر المال هكذا. ثم تذكرت شيئا فابتسمت وشعرت بالارتياح. تجاوزنا منعطف الجبل ورأينا منزلنا الدافئ. كان المكان يعج بالناس بشكل لا يصدق. لقد جاءوا من أجلي. عندما وصلنا إلى المنزل كانت القرية بأكملها بانتظارنا. ليس فقط العاملات بل معظم الرجال أيضا تجمعوا هنا. رؤيتهم تلامس القلب. تشينغ وان ولوجين سوير كانتا تركضان في كل مكان للطبخ وتوجيه المساعدين، بينما تجمهر الرجال حول الحداد شياو وتشاو هاي يستمعون إليهم وهم يروون قصص المعارك بحماس جنوني. رأيت جراحا على أجساد بعض الرجال والدم ينزف عبر الضمادات ثمن حماية مستقبل قريتنا. ما الذي حدث؟ هل تقاتل الجميع هنا؟ سأل شياوي وهو مفزوع، لكن بصفتي حاميهم شعرت ببرودة قاتلة تجتاح قلبي. كنت أتوقع شيئا كهذا تماما. زعيم القرية سو جانغ لمحني من بعيد وجاء راكضا وهو يضحك. ها هو عبقرينا الصغير. لقد توقع كل شيء بمجرد نزولنا. التف حولنا أهل قريتي بوجوه تملؤها الثقة. شرح سو جانغ كل شيء، لأن بقائهم على عاتقي حذرتهم قبل مغادرتي من أن عائلة واو من قرية با قد تنصب كمينا لقافلة الملح. وكما توقعت هاجموا شياوي وتشاو ديهاء عند المضيق، لكن القرويين الذين رتبتهم كقوة دعم كانوا مختبئين هناك بالفعل لحماية رزقنا. لقد اندفعوا بقوة ودفعوا رجالا ووا للفرار. وأضاف شخص بفخر: هذان الحدادان شرسان للغاية. أرجح شياو مطرقته الحديدية وأطاح بالرجال في الهواء، بينما أسقطهم تشاو ديهاء في مجموعات بعصاه الغليظة.
عائلة ووجاءت مسلحة بسيوف ورماح حقيقية، أكثر من 20 رجلا قويا. لولا تكاتف قريتنا بأكملها مئات من رجالي لفقدنا أرواحا بريئة اليوم. كيف يمتلكون هذا العدد الكبير من المقاتلين الذين لم يتم تجنيدهم في الجيش الإمبراطوري؟ سألتهم وأنا أرفع حاجبي، لأن لديهم علاقات فاسدة في المقاطعة. قائد المقاطعة وو تشوانغ يسيطر على الميليشيا المحلية بالكامل. إنه يستغل نفوذه لإبقاء رجالهم هنا. حفظت هذه المعلومة في رأسي وقلت: حسنا، دعونا نأكل أولا. قامت تشينوان بطهي الدجاج واشترت اللحم والنبيذ لتشكر القرويين الأبطال على حماية ملحنا. رؤيتهم يأكلون جيدا أدفأ قلبي حقا. منحت كل عائلة 50 عملة نحاسية و200 إضافية لكل رجل أصيب دفاعا عنا. رؤية دموعهم وامتنانهم الصادق جعلتني أشعر بالمسؤولية. بفضل العمل المنتظم الذي وفرته وهذه المكافآت، أصبحت كل عائلة في قريتي تتناول طعامها بشكل لائق أخيرا. 3 وجبات كل يومين بدلا من الجوع. لكن بمجرد انتهائنا من توزيع المال، ركضت مجموعة من الأطفال نحونا ووجوههم شاحبة من شدة الذعر. قناة المياه جفت، لم يعد هناك ماء. نهض سو جانغ على قدميه فزعان. شريان حياتنا انقطع. لقد بذل أهالي قريتي جهدا هائلا ومرهقا هذا الربيع لحفر قناة بطول 5 لي من نهر اليشم، خصيصا لحماية محاصيلنا من جفاف قاتل آخر. معدل هطول الأمطار هذا العام كان عاديا جدا، لكن تلك القناة أبقت حقولنا خضراء. إذا توقفت في هذا الحر ستذبل المحاصيل في 3 أيام ونفقد نصفها في 7، وتموت تماما خلال 2 أسبوع. سيموت شعبي جوعا. أدركت على الفور ما حدث ومن الفاعل. استدعيت شياوي وهمست له ببعض التعليمات، ثم أرسلته على حصانه خارج القرية. أمسك رجالي بالمجارف والأدوات وتبعنا مسار القناة باتجاه المنبع لحماية مياهنا. بعد 5 لي سمعنا تدفق النهر. كان هناك الكثير من الماء، ليس جفافا طبيعيا. تجاوزنا الأشجار ورأينا الحقيقة البشعة بأعيننا. 100 شخص من قرية بيشا كانوا يكدسون التراب في بداية قناتنا بوجوه يائسة، يسدونها بالكامل ويقطعون إمدادات المياه عنا. وكان يقف فوقهم وو تشونغ تشينغ ملوحا بسيف عريض ويهدد قروييه الضعفاء لمواصلة العمل وتدمير مستقبلنا. وخلفه وقفت عصابة من رجال عائلة وو الأقوياء يراقبون كالذئاب. توقفوا جميعا الآن. اندفع سو جانغ للأمام صارخة وهو يشد على مجرفته. نظر قروي بيشا إلينا برعب شديد وبدأوا في التراجع للخلف. لكن صوت وو تشونغ تشينغ دوا كالرعد: استمروا في العمل. أي شخص يتوقف سينتهي به الأمر مثل ما وو. أولا حاولوا سرقة ملحنا، والآن يقطعون مياهنا لإبادتنا. لقد أعلنوا الحرب صراحة على موطني وشعبي. كان رجال عائلة ويضربون أهل قرية بيشا أنفسهم ويجبرون القرويين العجائز والضعفاء على الاستمرار في ردم قناة مياهنا. لقد تم تجنيد شبابهم الأقوياء في الجيش، ولم يبق سوى الضعفاء الذين لا حول لهم، خائفين جدا من المقاومة. وقف وو تشونغ تشينغ في المقدمة حاملا سيف فولاذيا، وخلفه ما يقرب من 40 رجلا مسلحا يسدون طريقنا بابتسامة قاسية وخبيثة. صرخ قائلا: لقد حفرتم هذه القناة عبر أرضنا دون إذن منا. لقد دمرتم طاقة الفينغ شوي لقريتنا. لدينا كل الحق في سدها. تراجعوا. أي شخص يتقدم سيقطع إربه. كان سو جانغ يرتجف من شدة الغضب. هذا يعتبر قتلا. بدون ماء ستموت قريتنا بأكملها. سنقاتلكم. رفع مجرفته عاليا، لكنني ضغطت عليها بهدوء لأعيده للأسفل. هذا بدأ بسببي. أنا حاميكم وسأتولى الأمر. قلتها بثبات. تقدمت للأمام ورأيت شخصا ملقى في التراب ومغطى بالدماء. لقد كان ماواو زعيم قرية بيشا نفسه. ركعت بجانبه وساعدته على النهوض. لقد أجبروا قريتنا بأكملها تحت تهديد السيف على سد قناتكم. لهث بصعوبة. لقد رفضت فضربوني حتى أشرفت على الموت. أرجوك مهما فعلت لا تلم قرويين الضعفاء. لم يكن لديهم خيار آخر. ثم حدث شيء أسوأ بكثير. من بين الأشجار القريبة تعثرت فتاة عارية تبلغ حوالي 14 عاما، تحمل صبيا صغيرا ساقاه مغطاتان بالدماء. كانت تنتحب بشكل هستيري يمزق القلب. وخلفها خرج عدة فتيان مراهقين من الغابة يمشون ببطء، وبعضهم لا يزال يربط حزامه وهم يضحكون. صرخت والدتها وركضت لتغطيها بسترة. صرخت الفتاة باكية: أمي، حيوانات عائلة وهؤلاء لقد قطعوا أجزاء أخي الصغير من أجل المتعة فقط. قالوا إنهم يريدون صنع أول خصي في قريتنا، وعندما حاولت إنقاذه ثبتوني بقوة على الأرض في الغابة وتناوبوا على تدمير حياتي. رأت الأم طفليها، أحدهما مشوه بوحشية والآخر منتهك تماما، ثم انهارت فاقدة للوعي على الأرض.
وهؤلاء الوحوش الصغار لم يحاولوا الهرب حتى. اقتربوا منا ببرود، يتحدثون عن تكرار فعلتهم لاحقا عندما يقل عدد الناس. هنا أمام الجميع دون ذرة خجل. لقد حان وقت الحساب. تصرف حراس عائلة واوا وكأن شيئا لم يحدث. ألقى واوا تشانكينغ بضع عملات نحاسية على الفتاة الباكية ببرود وأمرها بالصمت والعودة لمنزلها. رؤية شعبي يهان هكذا جعلت دماء تغلي. بسقمو الدماء وصرخ للسماء بألم. صرخ بأنهم شياطين. ومنذ قدوم هؤلاء الوحوش استحالت قريتي التي أقسمت على حمايتها إلى جحيم حقيقي. احمرت عينا داشي بغضب. قبض على سيفه بقوة ونظر إلي قائلا: يا أخي تشون، أريد أن أقتل من جديد. وضعت يدي بهدوء فوق يده على المقبض. وقفت ببطء دون أن أنطق بحرف. كتمت غضبي واستدرت عائدا نحو قريتنا التي تنتظرني. ماذا نفعل الآن؟ سأل سو جانغ بيأس. تعلقت كل العيون بي، نظرات مليئة بالثقة، ينتظرون أمري لأقودهم نحو الهجوم. وعدتهم قائلا: غدا ستتدفق المياه مجددا، عودوا لمنازلكم الآن. وقفوا مذهولين تماما، لقد وثقوا بغضبي وتوقعوا أن نبدأ القتال فورا. لم يفهموا سبب تراجعي، لكن بيني وبينكم حمل مستقبلهم يمنعني من التهور. كنت أعرف جيدا ما أفعله لحمايتهم. راقب سو جانغ ظهري وهدأ من روعه، ثم أمر الجميع باتباعي للديار. وخلفنا انفجر رجال عائلة واو بضحكات ساخرة مستفزة حمقى. ظنناه قويا، اتضح أنه جبان بلا شجاعة. كلماتهم الجارحة مزقتنا. كنت أسمع صرير أسنان شعبي من شدة القهر والغضب المكتوم، لكني لم ألتفت للوراء ولا مرة. لم أمنح واو تشانكينغ حتى نظرة واحدة. هذا أربكه كثيرا. لقد كان يتوقع ثورتي. لقد نصب فخا كاملا، سد مجرى مياهنا وأجبرنا على القدوم ليقوم بنصب كمين لي ب40 رجلا مسلحا في تلك اللحظة ليذبحني وسط الفوضى. بتراجعي الهادئ دمرت خطته تماما. وبمجرد عودتنا للقرية بأمان استدرت أخيرا لأواجه شعبي العظيم الذي يثق بي. رفعت 3 أصابع أمامهم، 3 عهود. أولا، غدا ستعود مياهنا للتدفق. ثانيا، سيتم سحق عائلة واو ومحوها من الوجود. ثالثا، أقسم بحياتي على ذلك. الآن عودوا واستعدوا. دخلت منزلي حاملا عبء نظراتهم المليئة بالأمل واليقين، وأغلقت الباب خلفي. وقف القرويون في صمت مذهول. إبادة عائلة واو بأكملها، هذا يعني مواجهة العشرات وربما أكثر من 100 رجل لا يرحم. لكنهم تذكروا فجأة مرتزقة وال7 الذين أخفيتهم بلا أثر قبل أسابيع. قشعريرة من الرهبة والإيمان سرت في أجسادهم جميعا. عائلة واو انتهت تماما. همس سو جانغ بثقة وسمعها شعبي وكأنها صرخة رعد تحمل وعدا حتميا بالخلاص. في تلك الليلة دكت الحوافر الظلام. 20 من فرساني المخلصين، 20 حصانا، لفت حوافرها بالقماش لتبقى صامتة كالموت الزاحف. أقنعة سوداء، أسلحة جاهزة، ونية قتل تنبعث منهم كحرارة أتون مشتعل. اجتمعوا جميعهم لحماية موطننا الغالم. انطلق شياوي بأمري وعاد ب20 من أشرس مقاتلين المخلصين، وبقي تشينشو مع مجموعة صغيرة لحراسة القرية ومواصلة البناء. كان شعبي يتحد خلفي كقلب واحد. انتظرت مع داشي عند البوابة. عند وصولهم أومأت برأسي مرة واحدة: لنتحرك الآن، اسحقوا الطغاة، اقضوا على كل طاغية. أجابني 20 صوتا بهدير منخفض وشرس. قرية بيشا كانت على بعد أميال قليلة. قطعنا تلك المسافة في غضون دقائق معدودة. منتصف الليل. القرية غارقة بالظلام، لكن مجمع عائلة واو، ذلك الحصن الضخم المبني على معاناة شعبي، كان لا يزال مضيئا. سمعت أصواتا من الداخل. كنت أحفظ مخططهم عن ظهر قلب. لن أخذل شعبي أبدا. لقد استولى هؤلاء الطفيليون على أفضل الأراضي، وطردوا العائلات البريئة التي عاشت هناك بالقوة والعنف، بل وقتلوا شخصين رفضا المغادرة. وبفضل القائد الفاسد الذي تستر عليهم طمرت بضع عملات حقيقة جرائمهم البشعة. لقد استعبدوا الأهالي ليبنوا لهم هذا الحصن المنيع، ليجمعوا فيه عشيرتهم البغيضة بأكملها في مكان واحد. في العادة هذا التجمع يعتبر ذكيا، لكن الليلة هذا يعني أنني سأبيدهم جميعا بضربة واحدة. كنت أعرف أيضا خطته المقززة التي يحيكها. لقد تآمر مع ابن أخيه واو شوانغ، ذلك القائد الفاسد، لتلفيق تهمة صنع الملح غير القانوني لي في المرة القادمة التي أذهب فيها للمدينة. خططوا لرميي في السجن وتعذيبي لكشف أسراري، ثم اقتحام قريتي وسرقة كل ما بناه شعبي. بل إنهم كانوا يراهنون على من سيأخذ زوجتي لنفسه.
شوانغ وضع عينه على تشينغ وان. كانوا يقسمون نساء القرية اللاتي أحميهن وكأنهن ماشية. اتهمتني النيران. سحبت قناعي الأسود وأعطيت الإشارة وانطلقت بحصاني للأمام. انطلق حصاني الأبيض كنيزك مدمر مباشرة نحو بوابات حصنهم. وخلفي اندفع إخوتي مقاتلو شيانغ ودماء العدالة تغلي في عروقهم. أول معركة حقيقية نخوضها معا لأجل موطننا. بالداخل كان الخنزير ووتشانكينغ يأكل ويضحك على دمارنا المخطط. وفجأة بدأت طاولته تهتز بعنف شديد. اهتز النبيذ في كأسه، وقبل أن يستوعب عقله البطيء ما يحدث نسفت بوابتهم الأمامية المحصنة إلى أشلاء. قفز حصاني فوق الحطام المدمر وبسهم مشدود بالكامل. التقت عيناي بو تشانكينغ في لمح البصر. من أجل شعبي وو تشانكينغ، هكذا صرخت بغضب. من يجرؤ على اقتحام؟ لم يكمل كلماته أبدا. أطلقت الوتر من يدي وعبر نصل الموت الساحة بيننا في ومضة بصر قاطعة. اخترق فمه المفتوح بوحشية وحطم مؤخرة جمجمته بالكامل ليمرر الطاغية مباشرة في العمود الخشبي خلفه جزاء طغيانه. كان رجاله سكارى ومثيرين للشفقة، وبحلول الوقت الذي لمسوا فيه شفراتهم كان هلاكهم قد حل بالفعل. اجتحنا الساحة ب20 رجلا. لا رحمة لمن آذى قريتنا. كل شفرة وجدت لحما. وأصاب قوس داشي أحد أولئك الوحوش المراهقين بلا تردد. نفس الحثالة الذي قاد الهجوم على تلك الفتاة المسكينة وشقيقها سابقا. ثبت داشي جمجمته في عمود خشبي بقوة لا ترحم. هذا من أجل الصغيرة شينغ زمجر داشي. وبجانبه طعن تشونغ وانغ أحد المرتزقة مباشرة في صدره، وسحق عصا لو هاندونغ الحديدي كتف آخر. لكن شياوي لقد كان أشبه بملاك الموت في الساحة. 4 عمليات قتل متتالية. يطلق النار أثناء تحركه من مسافة 30 خطوة بلا خطأ. الوحيد الأسرع منه كان أنا. وهكذا يا رفاق سحقنا الكابوس الذي هدد موطننا. انظروا معي، لقد انتهى أمر مقاتليهم. نصفهم سقطوا بفضل سهامي وسهام شياوة وحدنا لتطهير هذه الأرض. جمع الناجون من الشيوخ والجرحى والنساء والأطفال في الساحة، وسحبت الجثث إلى هناك أيضا أمام أعينهم. وجد تشونغ راونغ سجل العائلات ونادى كل اسم، وبعد العد أبلغني بسقوط 42 وبقاء 67 شخصا. كان رجلان غائبين مع ووانغ، أما البقية فحضروا، حتى الأطفال في مهودهم. نظرت إليهم وأصدرت أمري الحاسم: اقتلوا كل ذكر يتجاوز 10. لمعت النصال، تناثرت الدماء، وملأ الصراخ المظلم أرجاء الليل. عند الانتهاء لم يبق ذكر فوق 10 حية، ووجدنا ثروة طائلة بالداخل: فضة، حبوب، 15 حصانا وعربتان كبيرتان. أرسلنا كل ذلك إلى المعقل. استعيدوا كل سهم واربطوا من تبقى من النساء والأطفال في الطوابق العلوية لندع أهالي قرية بيشا يقررون مصيرهم. تحركوا. وبينما كنا نغادر طلب تشونغ ووانغ رفع رايتنا عاليا. رمى أحدهم لفافة قماش في الهواء. استدار الشياوي وهو يركب حصانه متجاوزا البوابة وأطلق سهمه دون تصويب. اخترق السهم العمود الخشبي وثبت رايتنا بقوة على أحد الأعمدة. انطوى القماش الأبيض كاشفا عن كلمتين بلون الدم: معقل شيانغ، تسديدة رائعة، هتف رجالي، أداؤك يتحسن باستمرار. قلت لشياوة بإيماءة: 40 خطوة لهدف متحرك، دقة مثالية. لقد تفوق على شينشو الآن، لكنه ليس كافيا بعد. قال شياوة: هدفي هو 80 خطوة دون خطأ واحد. إذن استمر في التدريب. استغرقت الغارة بأكملها 15 دقيقة. كل ظالم فوق 10 مات. بعد انسحاب قوتنا بقيت مختبئا في الظلال مع شياو لأشهد لحظة تحرر هؤلاء الأبرياء. استيقظت القرية أثناء القتل، لكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب بينما كانت العدالة تأخذ مجراها. ولكن بعد ذلك زحف الناس نحو المجمع واحدا تلو الآخر، ثم توافد المزيد منهم. أخيرا اقترب زعيم القرية المضروب ماو متثاقلا وهو يمسك صدره. الزعيم ما عائلة وو لقد ماتوا جميعا. الراية تقول إنهم قطاع طرق معقل شيانغ. حدق مو في جثة ووتشونغ تشينغ المتدلية والعيون المفتوحة وصر على أسنانه. جيد، لقد استحقوا كل ذلك. ثم بدأت عجوز من عائلة وو مقيدة في الطابق الثاني تصرخ ملقية الأوامر: ما وو، أنزلنا فورا. أرسل شخصا إلى المقاطعة لإحضار حفيدي شوانغ في هذه اللحظة. أسرعوا أيها الفلاحون الحثالة. حتى الآن وهم معلقون ورجالهم ممزقون بالأسفل ما زالوا يتكبرون. لا يزالون يظنون أنهم سادة. انضمت بقية نساء واو يصرخن ويلعن هؤلاء القرويين المساكين.
هل ننزلهم؟ سأل أحدهم ماوو. بالطبع، قالها بابتسامة باردة. مشى نحوهن وسحب عقدة الحبل بقوة مذهلة. سقطت العجوز من ارتفاع كبير وارتطمت بالأرض بقسوة لتنكسر كلتا ساقيها فور اصطدامها القوي. صرخت ولعنته. وقف فوقها وعيناه حمراوان كالدم، وأخبرها بكل العذاب الذي أذاقوه لشعبه المقهور. كيف جروا زوجته كعبدة إلى مجمعهم عندما ذهب للحرب، وأرهقوها بالعمل ليلا ونهارا بلا أي طعام، وكيف انتهك رجالهم عرضها مرارا وتكرارا. إنها بالكاد تمشي الآن ولن تنجب أطفالا أبدا. لقد انتهى نسل عائلته بسبب هذه المرأة القاسية. التقط سيفا ساقطا وشق جمجمتها. الانتقام. أخيرا زأر مو في وجه رفاقه القرويين. ماذا تنتظرون الآن؟ قطاع طرق معقل شيانغ فعلوا هذا وليس نحن. ألم يعذبكم هؤلاء الوحوش بما فيه الكفاية؟ إن كانت لديكم ضغائن فسوها الآن. رفع سيفه وضرب مجددا، فتحولت عيون القرويين إلى اللون الأحمر. كل واحد منهم عانى تحت وطأة عائلة واو. والآن أخيرا حانت فرصتهم لاستعادة كرامتهم المسلوبة. أمسكوا الأسلحة من الأرض وألقوا بأنفسهم على من تبقى، صغارا أو كبارا لم يعد الأمر مهما. الفتاة شينجر، تلك التي انتهكوها عصر ذلك اليوم، وجدت مقصا وبدأت تطعن جثث أولئك الوحوش المراهقين مرارا وتكرارا بلا توقف. الصبي ذو العاشرة الذي آذاها بيديه قطعت حنجرته واقتلعت عينيه وقطعت يده بوحشية وغضب عارم. عندما انتهى الجنون لم يبق فرد من عائلة واو يتنفس، ولم تبق حتى جثة واحدة مكتملة. هكذا كان عمق الكراهية. مختبئا في الظلام كان شياو يرتجف. لقد كان هادئا أثناء قتلنا نحن، لكن رؤية هذا أشخاص عاديون مدفوعون للجنون المطلق دفاعا عن أنفسهم، ذلك جعله مضطربا تماما. الجميع يحمل بذرة مظلمة بداخله، أخبرته بهدوء. يعتمد الأمر على من يسقيها. عائلة وحولت هؤلاء الناس لهذا. قبل الليلة كانوا مجرد أناس عاديين مطيعين طالما عانوا في صمت. أنتم تدركون ذلك؟ هذا ما يحدث عندما ينكسر العوام أخيرا. إنه غضب الجماهير. استدرت ومشيت مبتعدا في عمق الليل. ركبت شونغ وانغ والآخرون عائدين إلى المعقل حاملين أمل الغد. كان لديهم عمل، لكني سمعت لاحقا أنهم سهروا يتحدثون عن الغارة وعن قتالي. قالوا إنني حولت القتل إلى فن لحمايتهم. كل سهم وكل ضربة سيف دقيقة ومثالية. أصبح القتال بجانبي لحماية المظلومين، الحلم الذي يراود كل رجل في المعقل. وصلنا أنا وشياو متأخرين، وكانت تشينغ ووان قد أعد طعاما ساخنا بانتظارنا، حتى طائرين مملحين يشويان في الموقد. وبعد أن أكلنا أخذ شياوي كيسا من رؤوس السهام الحديدية وعاد ليصنع سهاما أكثر. حسنا، أنا وأنتم ندرك ثمن السلام. سكبت ماء البئر البارد على جسدي، غسلت دماء ليلتين من القتال، ارتديت ملابس نظيفة، ثم جلست أستريح. ناولتني تشينوان وعاء من الشاي البسيط. ارتشفته ببطء، تاركا مرارته الخفيفة تغسل ما تبقى من آثار المذابح من عقلي المرهق. قلت وأنا أراقبها تغزل الخيوط: ألن تسألي عما فعلته؟ ابتسمت بلطف وأجابت: إن أردت إخباري يا زوجي فأنا أستمع إليك. قلت لها: لقد قتلت أشخاصا، أكثر من 80 البارحة، وقرابة 100 هذه الليلة. نصف قتل الليلة سقطوا بسبب قراراتي، وسأتحمل عبء تلك الأرواح وحدي. ارتجفت يدها الضعيفة للحظة واحدة فقط، ثم استقرت بكل ثبات. أومأت بحزم: إن قتلتهم فهم يستحقون ذلك. أمام هذه الثقة المطلقة بي حملت شبل النمر وجلست بجانبها شاعرا بمسؤولية عظيمة. شمني الصغير جين، ثم استلقى على ظهره بين ذراعي ثقة تامة. قالت ببساطة: كل ما تفعله من أجلنا هو الصواب. أخبرتها عن تدمير معقل الرياح السوداء، فغمرت ملامح الراحة وجهها الجميل. كانت تخشى انتقام أولئك اللصوص منا. ثم أخبرتها عن عائلة واو القاسية، وعن الفظائع التي ارتكبوها بحق القرويين الأبرياء والفتاة والفتى الصغير. إنهم يستحقون الموت. أومأت بقوة وعيناها تشتعلان: أنت بطل حقيقي. كانت تنظر إلي الآن بنظرة مختلفة تماما، مليئة بالفخر. ليس كالصبي العديم الفائدة الذي كنته، بل كالرجل الذي طالما حلمت به لحمايتها في خيالات طفولتها. قلت بصدق: أنت أيضا لست سيئة. عضت على شفتها وتوقفت عن الغزل قائلة: يا زوجي، لدي طلب صغير منك. مع غياب تشين شو وكثرة العمل والملح والحطب وإدارة كل شيء بمساعدة تشيني الصغيرة فقط، أصبح العبء ثقيلا. هل يمكنني أن أطلب من الأخت شيو أن تأتي للعمل معي؟ نظرت إلى تشينغ وان: هل هذا حقا كل ما تفكرين فيه؟
بدأت تتحدث عن كفاءة وصدق شيو، ثم لاحظتني أراقبها بابتسامة المطلع على سرها. احمر وجهها خجلا، وسرعان ما غيرت مجرى الحديث تماما. ربما نوظفها فقط لتساعدنا في الحسابات وجمع الحطب من الغابة. قلت موافق، وأخذت شبل النمر إلى الخارج من أجل التدريب. لوحت بقبضتها الصغيرة بحماس شديد، لقد ظنت حقا أنها حققت انتصارا صغيرا ومفرحا. كانت تتعلم ببطء وثبات دون تسرع كالسابق. في الصباح التالي ضاعفت حمل التدريب من أجل حمايتهم، لكنني أضفت نصف ساعة فقط. حضر داشي وشياوي مبكرا وتجاوزا كل الصعاب والتدريبات القاسية معي. في النهاية سقط على الأرض بلا حراك، بينما بقيت لدي طاقة كافية لغلي حساء عظام الفهد وجمع دماء الغزلان لتقوية أجسادنا. لم يصدقا ما أراه، ومع بدء اليوم جاءت النساء للعمل، واتجه الرجال إلى الغابة لجمع الحطب والأغصان المستقيمة والعناب الحامض وأشجار البتولة المثالية لصنع الأقواس وسهام الدفاع عن أرضنا. رفض القرويون الطيبون أخذ أي أجر مقابلها. لقد خزننا ما يكفي لصنع مئات الأقواس وآلاف السهام، وجميعها مجففة ومعالجة بشكل مثالي للمستقبل. ابقوا معي هنا، فالقادم أهم. جلست في الداخل أقرأ، لكن عقلي مشغول بالمشاكل. لقد أمنا الفحم، لكنني أحتاج بناء فرن للصلب، مما يعني إيجاد الطين للطوب الناري. الأسواق لم تكن تبيع هذه المواد. أعرف أماكن في الشمال الشرقي تحتويها، لكنها بعيدة جدا الآن، واحتجت أيضا إلى بنائين ماهرين لتشييد هذا الفرن من أجل نهضتنا. علاوة على ذلك، كان علي تنظيم نجارين القرية للبدء في صنع أجزاء لعجلات الغزل وأنوال النسيج والأقواس المتقاطعة والسهام. مهامنا كثيرة جدا ومواردنا شحيحة. تجارة الملح وحدها يمكنها إطعام الجميع هنا، لكنها لا تستطيع دعم التطور الذي أحتاجه في كلا القاعدتين. ثم جاء صياح من الخارج. لقد عادت قناة المياه للجريان من جديد. انفجرت قريتنا بهتافات الفرح. خرجت ونظرت بفخر إلى الحشد الذي يرقص حول قناة المياه بسعادة غامرة. ابتسمت في قرارة نفسي،